ولا انت كل حلقه بقى ولا ايه؟ انت كل حلقه بتودينا نفس الحته. لا هاجم وانا هو هنزل مدافع العب بخمس مدافعين هو قدام اعتمد على ارسنال. ايه؟ لا اعتمد بقى على ايه؟ بتاوب ياما وشك بيضحكني والله. اصل فودن تشافي درب مانشستر يونايتد هاخدها ويهبط. هتوقفوا تاني هتخليهم يقفوا دلوقتي. انت هتوقف تاني ايه؟ فجاه كده راح طالع ضارب واحد الطرد يطلع بره بوظت لي الخطه الله يخرب بس الواد ده مش متابع القناه. السلام عليكم في الحلقه الاسبوعيه الممتعه اللي انت خلاص اتعودت عليها وبتستناها مع ضيوفنا اللزاز. طبعا خلاص ما بقوش ضيوف، هم بقوا تيم وبقينا اصحاب مكان. نانا، صديق، كوكا، خالد. طبعا احنا عايزين نبدا الحلقه يعني ايه بعيدا عن الاحداث بقى الاوروبيه اللي احنا قاعدين بنتكلم عنها، بس في حدثين حصلوا عايزين نتكلم عليهم. بس قبل ما نتكلم عليهم بقى كده ايه عايزين نشوف الدنيا. صحيح الفيديو اللي فات جاب 10 كومنتات، فالراجل ما شاء الله شغال والدنيا جميله معاه، واخواتنا الرابطه موجودين. عاش الرابطه. السلام رجاله. هي في نقطه بس، مش هو لوحده اللي بيشجع برشلونه، كمان بيشجع برشلونه، والراجل ده برضه بيشجع. انت عميل بتشجع الارسنال وده عميل كان هيقوم يضربني بيشجع الانتر المره اللي فاتت. هو مفيش غير دوري واحد بس اللي ينفع. انا الوحيد اللي ما بشجعش برشلونه. بس يا بطل اوروبا لحد بس 70. بحب انتر اكتر. ايه المشكله؟ وانا الوحيد اللي برشلونه ما بتجيش معايا سكه. مش مهم خالص يعني، انتوا الثلاثه متفقين، انا الوحيد المختلف. انا خايف يوم ازعل حد فيكم. هتعملوا عليا حفله انتوا الثلاثه. طول ما فليك موجود احنا فاهمين. طيب امبارح حصل حدثين. حدث امبارح وحدث اول امبارح بدقه يعني عشان التوقيت. اول امبارح البالون دور، عايزين نتكلم عنها ونشوف ارائكم. يعني طبعا انت رايك انا عارفه هتحصل مشكله دلوقتي يا عيني. عايزين بس يعني قبل ما نخش على البالون دور اتكلم في حاجه معينه. بس امبارح بيراميدز قدر انه يحقق بطوله جديده، بطوله كان مش متعودين عليها ان حد غير النادي الاهلي بيعمل كده. نادي مصري جديد قدر ان هو يخش الساحه العالميه، وقدر انه ياخد بطوله بطل نص كوكب الارض اللي هي المحيط الهادي وافريقيا واسيا. فان شاء الله بيراميدز هيلعب بعد كده مع البطل اللي هيفوز ما بين بطل الكونكاكاف وبطل الكوبا. هيلعبوا على بطوله اسمها كاس التحدي. كاس التحدي اللي هياخد كاس التحدي هيوصل نهائي انتر كونتيننتال مع باريس سان جيرمان. هل انتوا شايفين ان بيراميدز عنده الامكانيه انه يتخطى كاس التحدي ويوصل نهائي؟ والله على مستوى بقى القارتين التانيين. طب هل مثلا الكوبا والكاف مين اللي هيتأهل؟ هل هم احسن من دلوقتي من المره اللي فاتت مثلا كفرق او يعني فاهم قصدي؟ ايوه فاهمك. يعني هم احسن من المره اللي فاتت مثلا. وارد يعني انا اتمنى. انا قصدي بعيدا عن مستويات الفرق، قصدي الحماسه والسكواد بتاع بيراميدز. طبعا انا شايف قادرين. ممكن انا شايف الصراحه، وقلت الحوار ده في الحلقه صورتها مع خالد. الحلقه دي نزلت على القناه، روح شوفها. وطبعا اللينك بيكون في الديسكريبشن، واللينك بتاعي يكون في الديسكريبشن عند خالد، معروفه يعني. انا قلت مع خالد ان بيراميدز عنده الامكانيه ان هو يعمل كده. ده غير كده هو صعب المساله على الاهلي. يعني جمهور الاهلي بعد كده انا مش عايز البطوله دي خلاص، يعني احنا خلاص بقى عادي بيراميدز خدها فعايزين نعلي بقى. عايزين نعلي. الفكره بيراميدز لو علق هي بقى هنا بالظبط، ما هي دي الفكره هنا بقى. تخيل بيراميدز وصل النهائي. وحاجه تانية بس قبل ما انساها، انا عايز بس مع احترامي لاخواتنا السعوديين لو حد بيتفرج علينا السعودي، بس محدش يجي يتكلم معانا تاني حرفيا. ده بجد بقى، سواء الزمالك او الاهلي او بيراميدز الحديثه الولاده. انت بالاهلي بكل نجومه، الاهلي في استاده على جماهيره كل ده ويدفع 3. فما حدش يقول لك الدوري السعودي اجمد من الدوري المصري والدربيات عندنا اقوى من الدربيات عندكم. فما حدش بقى يتكلم تاني. الكره المصريه اثبتت نفسها بجداره الصراحه. خلينا نتنقل بقى عشان ما ناخدش مساحه مصريه كتير في الحلقه الاوروبيه اللي اخواتنا الجمهور الاوروبي يزعل. ولا انت شايف الرابطه ايه الدنيا؟ انا مش عايز اقول لك الاسم التاني. يلا يزعلوا مني، ما تبقاش يشتموني. ازاي طيب؟ ايه رايك في البالون دور؟ بص يعني خلينا نصلي على النبي الاول. عليه انت دلوقتي بتقيس البالون دور بمقياس ايه يعني؟
خلينا انا اسالكم كده وايه ناخد ده رأيكم مفيش مع بعض. مقياس يا معلم، احنا واخدينها بالحب ان شاء الله. هي دي الحقيقه، هي البالون دور بقالها مثلا اخر 10 سنين تقريبا هي بالحب. بص انا بالنسبه لي لو جيت تتكلم في نقطه البالون دور، تسمحوا لي بس اقول حاجه. ماشي اتفضل. انا شايف ان المره دي او النسخه دي البالون دور عادل. النسخه دي اكتر نسخه عادله في البالون دور من 10 سنين. بس ده اللي انا عايز اقوله وعثمان بقى. ديمبلي 100% يستحق ان هو ياخد يستحقها احسن لاعب. بصراحه. بص انا مش بتكلم في نقطه تستحق وما تستحقش، هو ديمبلي بالتاكيد يستحقها يعني. معلش يا جماعه انا بضحك بس عشان ايه الموضوع مؤثر عليا. بص عليه نفسيا. هو بيشوف اول ما تجيب سيره عثمان ديمبلي كده بيشوف ماتش ليفربول. الراجل جابها لكم بصراحه يعني. بس لا انا بتكلم في نقطه البالون دور، هي بالنسبه لي يعني مع احترامي طبعا ان ميسي واخدها 7 مرات او 8 مرات كمان، هي الفكره بالنسبه لي مش في كده. الفكره ان انا بالنسبه لي انت دلوقتي بتقيس على اساس ايه؟ يعني انت لغيت حارس مرمى بمدافع بخط نص عشان تديها لمهاجم. يعني لما نيجي نتكلم مثلا هتكلم في حاجه واقعيه من السنه دي، اشرف حكيمي لما طلع واتسال قال له وانت ممكن تكسب البالون دور؟ قال له انا ليه ما اكسبهاش؟ ده انا جايب جون في النص النهائي وجايب جون في النهائي، واعتقد مش فاكر يعني صح ولا غلط جايب جون في ربع النهائي. فانت حتى كمدافع انت لما جيت تتكلم على استحقاقيه البالون دور انت ما قلتش مثلا انا عملت استخلاصات ياما، ما قطعتش كور ياما، ما عملتش عرضيات ياما، لا انت قارنت نفسك بمهاجم. هو حط نفسه في حته غلط. مش حته غلط، انا بتكلم دلوقتي هل بتتقاس البالون على- دور من الاخر كده انت عايز تقول انها بتتقاس على الاجوان. تسعى على الاجوان؟ لا ومش على مش على الاجوان. الاجوان يا جماعه، هو يعني هي كده بص، ده معنى كلام اشرف حكيمي. انا جبت جول وجون وان انا كنت مؤثر جامد جدا في الفوز باريس بالبطولة. بص هي بتتقاس على اللقطه عشان لا نبقى معلش انا لا، مختلف لا. معاك. احنا لا. تعالى نتكلم على النقطه اللي انت بتقول عليها، تمام. اللي هي اشرف حكيمي كان مؤثر اكتر ولا ديمبلي؟ على اساس ايه؟ ديمبلي ده في الفريق، سيبك على اي اساس. أيوة، أنا ما بتكلم ده على كان نجح. في باريس سان جيرمان اسمع. مين كان مؤثر اكتر السنه دي؟ ده كان ناجح في الحته بتاعته وده كان ناجح في الحته بتاعته. ما ينفعش تقول عثمان ديمبلي، انت عارف شبه بتقول ايه؟ البحر اوسع ولا الشجره اطول؟ ده بيعمل ادوار وده بيعمل ادوار، ده نجح في الادوار وده نجح في الادوار. طب ايه بقى اللي يخلي طبق اللقطه؟ اللقطه بقى في ايه؟ هفهمك اللقطه في ايه. انت دلوقتي الناس قاعده على التيك توك، الناس قاعده على كذا، الناس قاعده على السوشيال ميديا، ايه اللي بياخد عينك اكتر؟ تاكل ولا مهاجم جاب جون؟ طب معلش طب هقول لك ما على اشرف حكيمي جاب اجوان. لو مش انت بتتكلم قصدي. في الاجوان بقى، انا بتكلم كمهاجم جاب جون يعني اجوان هي كتير. الفكره مش مهاجم ولا مدافع ولا نص ملعب ولا جون، لا انت بتتكلم في اللي جاب الجون. ايوه صح؟ أيوة. اللقطه وكمان بتاعت مع- الجون، وكمان معلش فاشرف حكيمي جاب الجون وخد اللقطه بتاعت حلو قوي الجون. الكلام ده. بس عثمان ديمبلي هو اللي كان بيشد الفريق لقدام، ده أنا عايز هو اللي أقوله بقى. بيسحب الفرقه كلها، هو اللي بياخد الكوره بالظبط. ويروح يلم واحد واثنين ويروح ويعدي ويحط جون، هو اللي بيروح يلم ويمرقص ويعدي من الجنب ويلعب العرضيه لاشرف حكيمي عشان اشرف حكيمي بمنتهى البساطه يبقى الكوره جول. انا فاهم والله بس مظبوط، انا كنت عايز اقول انا بر... بص اللي انا عايز اقوله انه اشرف حكيمي مؤثر على الفرقه، مؤثر، بس تاثير ديمبلي اكتر. طب صلي على النبي. معلش اقول حاجه سريعه بس. ماشي. اشرف حكيمي كان نقطه الضعف في باريس سان جيرمان دفاعيا، هو هجوميا كان ساند الفرقه بشكل كبير جدا، انما دفاعيا كان اكبر نقطه ضعف في باريس سان سيبك من جيرمان. اشرف حكيمي، دوناروما يستاهلها ولا ديمبلي؟ ديمبلي. لا انا بالنسبه لي دوناروما. ليه؟ ليه؟ هقول لك ليه. دوناروما عمل تصديات لولا كان الفريق اصلا طلع من ربع النهائي. الاجوان اللي جابها ديمبلي كانت تصديات. طب دوناروما. ماشي ديمبلي كان ملهاش لازمة فين؟ فعلا. ماشي ديمبلي كان فين في ماتش استون فيلا؟ ما انت كنت هتطلع لولا دوناروما. الفرقه كلها كانت فين في ماتش لا دوناروما كان موجود. وكان طيب يا حاضر. باشا انت أيوة. مش هقيس انا البالون طب دور أو لا جايزة يبقى على ثواني ماتش. بس، مع احترامي بقى ليك، يبقى سومر اولى من الاثنين. لا، انت على ناسي عمل السنة فيكوا دي. ايه ولا ايه؟ ولا انت يا كل دي حلقه أم بقى ولا الليلة، ايه؟ أم انت الليلة. كل حلقه بتودينا نفس الحته. لا انت جايين هي بقى. بتحس ان المعايير مختلفه. يعني مثلا انت لو تلاحظ السنه اللي فينيسيوس اخدها فيه او رودري. اخدها فيه، الناس كانت بتقول لك ان فينيسيوس اولى. هو فينيسيوس اولى كان بس فينيسيوس لقطاته أولى. ومشاكله. بص، هو وإن كان ريال مدريد فينيسيوس رشح أولى. اكتر من واحد، سواء بلينجهام او مش فاكر فالفيردي كان موجود او مين تاني، كان كذا واحد من الريال. تمام، بس هو فينيسيوس اللي كان ظاهر، فدي كانت غلطه ريال مدريد. تمام، فانا شايفها في بعض الاحيان بتكون عادله وبعض الاحيان لا، تحس ان العمليه يلا بينا يعني بتعدي. طب لان فابيو كانافورو اصلا اخد احنا لو اتكلمنا مثلا على نقطه شبه ديت حلو، انت لو جيت اصلا بقى نخش مثلا في معضله، يعني انا مثلا بالنسبه لي دوناروما، خالد قال ديمبلي، الاثنين مؤثرين والاثنين ناجحين. انا بالنسبه لي انا شايف دوناروما ليه؟ لان ده واحد كان بيقفل لك ماتشات، ما نختلفش على النقطه الفرق هنا دي. في التصويت. فاهم قصدي؟ بالظبط. هنا بقى هتيجي نختلف في ايه؟ في التصويت. انت انا عايز اخد الكلمه ديت بصراحه منك، يعني انا عمال بتكلم عشان اخد منك الكلمه دي. انت اختلفت على التصويت، التصويت دوت بناء على ايه؟ على جمهور؟ لا. على فرق؟ لا. على ايه؟ على صحفيين.
هي اصلا فرانس فوتبول صحيفه معتمده على صحفيين. طب انت الصحفيين دول ما ليهم انتماءات، ليهم هوايات. انت لو جيت بصيت على يعني ده بقى الكشنز بقى انا قاريها ان انت عندك مثلا لو جيت بصيت على افريقيا في 4 قارات في افريقيا مش حاطين اصلا صلاح في التوب 5. في واحد دي مصيبتنا. ما بقول في واحد قبل كده يعني مش فاكر في سنه من السنين كان لوكمان بتاع اتلانتا مترشح في البالون دور. هو حرفيا حطه اول واحد، هو كان من نيجيريا. حط لوكمان، هو لوكمان افضل لعيب في الدنيا. هو بالنسبه لي لوكمان ده اجمد واحد في الدنيا. فهي احنا هي جدل البالون دور. بص نختلف نتفق هم عايزين يعملوا ده. انا بالنسبه لي شايفها جايزه ليها قيمتها وليها تاريخها ان انا باخد بالون دور، بس انا شايفها في الاخر هي اهواء. الدليل صح، بدليل ان جورج ويا لما خدها 95. لا بس في تاريخ الجائزه هم ادوها لجورج ويا علشان خاطر أيوة. كانت اول مره يدوها للاعب مش اوروبي واسمراني، علشان يشيلوا من عنهم فكره ان احنا لا غير كده ان احنا مش عنصريين، احنا عادي. بس هو جورج شويه كان يستحقها يعني. لان انا شايف ماشي انا معاك، بس هو كان وقتها الفكره ان هو يديها جورج ويا اصلا. الفكره ده المبدا كانت غريبة ان هم اصلا كانت الناس كلها بدات تحاول تحارب الجائزه دي ان انتوا عنصريين، ما تدوش غير للعيب يكون اوروبي الميلاد اصلا. يعني انا شايف نقطه عشان نقطم بس الحته ديت. انا بتكلم في نقطه البالون دور. انا شايف ان المستفيد من كل دوت هو فرانس فوتبول. هي فرانس فوتبول بتعمل ايه؟ بتجيبك تعمل جدل. عارف انت هي فن اثاره الجدل. انا عايز اعمل جدل، خالد يتكلم ونور يتكلم وصديق يتكلم وكريم يتكلم، فانا بعمل كل دوت عشان اخليها مسموعه، اخلي كلمتها مسموعه. هنيجي نبص مثلا على حاجات يعني مثلا عندك في 2013 كريستيانو رونالدو خد البالون دور. طب خدها على اساس ايه؟ كله طلع قال لك يا عم ده ريبري وكان خارب الدنيا مع البايرن واخد ثلاثيه ومولع الدنيا كلها. طلع قولا صريحا براندنج رونالدو اجمد من براند ريبري كهيئه كاسم كقيمه. نفس النظام عشان ما حدش يفتكر ان انا عشان بشجع برشلونه يا جماعه بطبل لميسي او كده. لو جينا مثلا في كاس العالم 2010 كان عندك مين؟ انيستا تشافي ياخدوها على اساس ميسي. ليه؟ لان واحد واخد سداسيه، واحد اللي هو واخد كاس العالم كمان نفس اللعيبه ونفس اللعيبه نفس البطولات نفس اللعيبه نفس البطولات البطولات ما خدوهاش. طب فكك من ده. جه قال لك مين؟ طب ما شنايدر واخد ثلاثيه مع الانتر، لا برضه جه في الاخر ميسي اللي خدها. فانا شايف في الاخر احنا قولا واحدا هنفضل بقى في اثاره الجدل دي كتير. ده يستحق ده ما يستحقش. هي فرنسا فوتبول هي رسخت نفسها انا معاك 100% في كل اللي انت بتقوله. بس انت بقى لما تيجي تقيس على نفس المقياس اللي انت بتتكلم عليها دي هتلاقي ان عثمان ديمبلي السنه دي هو احق واحد خد الجائزه في يا عم هو يستاهلها. هو ما حدش فينا مختلف ان هو يستاهلها، بس هو ممكن يكون شايف ان في حد يعني يستحق ده، بس اللي يستحقها حرفيا هو ديمبلي. بالظبط. بص يا جماعه هو ديمبلي يستاهلها على الورق على كل حاجه. في ناس ممكن تبيع اكتر بس هي مش موجوده قدام ديمبلي. يعني مثلا احنا لو ميسي المعضله مثلا واحد شبه ميسي كان واخد كوبا مثلا ولا كان واخد اي بطوله قاريه بتتلعب السنه دي ونازل قدام ديمبلي بكل انجازات ديمبلي ده كان هيطير وميسي كان هياخدها. عشان نبقى صراحه هي الفكره ان ديمبلي كان نازل هو على الورق ديمبلي واخد القاب مع باريس ويستاهل. ماشي نور برضه ما هو بس خلاص بقى يعني ميسي وكريستيانو والناس دي خلاص مش هيفضلوا عايشين معانا. انا بقول لك مثلا انا ما قلتلكش ميسي هياخدها. انا بقول لك مثلا هو ما فيش حد دلوقتي عنده براند اقوى من براند ديمبلي كان اقوى. هياخدها. بمناسبه ميسي امبارح شفت صوره وتتني ده تسعة بالك كده وتاني تسعة برضه بالك. ميسي هو ده. معلش ميسي لو خد 10 بالون دور يا باشا انا موافق. بص مش ميسي مقياسه مش بالون دور عشان نبقى صراحه بس مبدئيا. بالظبط كده. هو ميسي ما ينفعش يخش في مقارنه. يعني انا عن ما نفسي نتعبش نفسنا. بشوف ان البالون دور هي جايزه مش مقياس ان انت حرفيا احسن واحد في العالم. هي مين بيبيع اكتر بس. يعني انا مش مقياس انت النهارده كنت حلو بكره مش هتبقى حلو. دي الفكره. يعني كلنا كنا بنتمناها يا عم بقى سيبني في حالي بقى. طب انت عايز تقول ايه؟ لا انا شايف الجائزه اصلا بتبان مع الابداعيه. يعني في غياب الابداع هتلاقي فيه لغط ياما، في ابداع هتلاقي معروف مين. يعني ساعه ميسي وكريستيانو دول ابدع اتنين موجودين مظبوط اه تمام. قبل منها مثلا هتلاقي زيدان وهنري دول كوكا مبدعين. مثلا. في غياب الابداع لقيت كانافارو، في غياب الابداع لقيت رودري. كوكا. صح انا غلطان؟ صح. اللاعب المبدع طول ما مفيش مبدع هتلاقي فيه لغط. صح. ده اللي عايز اقوله. ماشي انت طب كل بمناسبه الابداع رافينيا كان مبدع ما لا بس مش مستمر. مش مستمر ازاي؟ مش استمراريه. ما فين البطولات اللي اخدها؟ ما بص ما هو بص عايزين نعرف حاجه. لازم كاس إبداع عالم مع بطولات. كاس عالم شامبيون ليج تهديف ابداع. طب ما الزبيست في غياب دول هتلاقي بقى كانافارو مثلا عشان كاس عالم ايطاليا، رودري مع السيتي كذا كذا كذا. لكن في عدم وجود في وجود الابداع ميسي كريستيانو طفرات هنا زيدان نيدفيد الناس دي فهتلاقي دايركت على طول هم اللي اخدينها.
في غياب الابداع هتلاقي فيه لغط ياما، دي وجهه نظري يعني. ممكن تبقى غلط. لا وجهه نظر تحترم وجميله، وده هي فعلا عنده حق. اكيد في يعني في مواقف كتير قوي شفنا عليها اللي احنا كان في جدل كتير. خلينا بقى نتنقل من الجدل لجدل، من جدل الكرة الذهبية لجدل ديربي الإخوة الأعداء وديربي الميرسيسايد. بمناسبة ديربي الميرسيسايد هسيب لك لينك حلقة في الديسكريبشن، أنا كنت اتكلمت عن ديربي الميرسيسايد وإزاي أصلا بقى في ديربي، وإزاي حكايته وإيه اللي خلى جماهير ليفربول وجماهير إيفرتون إن هم يكونوا في العداوة دي دايما، برغم إن هم فرق بينهم وبين ملاعب بعض أقل من كيلو واحد بس. خليني أقول لكم شوية حاجات من وجهة نظري المحدودة يعني. اولا يعني انا شايف ان ارن سلوت مدرب حلو جدا، بس انت مش الواو، مش الطفره. حلو، عندك ايجابيات كويس بس عندك سلبيات برضه. ومش هقول لك ان ممكن ان انا كاتب مش ممكن يكون مشاركه ايزاك وفيرتز ان انت تبقى دي سلبيه، لا دي وجهه نظر. انت ليك منظورك. انت كمدرب لعبت ايزاك في دوري الابطال، بس كنت ممكن ما تخليش ايزاك يلعب في دوري انجليزي في ديربي ماتش قوي زي ده اساسي. انا ممكن العب بيه بديل وهو عمل كده تمام جدا. حلو. طيب الشوط الاول كان لصالح ليفربول والشوط الثاني كان لصالح ايفرتون. ماتش اتقسم على شوطين، كل شوط كان لصالح فرقه، تحس ان احنا بنراضي الجماهير. فاهم. حلو كده. تعال نروح لثالث حاجه، وهو عايزين نعقب على اداء ارن سلوت. انا شايف ان ارن سلوت دايما لازم يخش في الجول، يعني دايما بيخش في الجول، يا اما تبقى كسبان وبعد كده بتتعادل وبعدها بتكسب في بلس 90، يا اما ممكن تروح منك على الفاضي. حلو كده. النقطه الاخيره، وطبعا عايزين نتكلم عن الحته دي ونديله حقه، اداء جريليتش الممتع الصراحه مع ايفرتون وهو مؤثر قوي. وطبعا عايزين نتكلم عن اداء مو صلاح العظيم اللي كان حلو قوي الماتش ده. بص، هو لو جينا نتكلم على ده جريليتش، يعني انا بالنسبه لي هو جريليتش كده كده ممتع من زمان. يعني اللي بيتفرج على البريمير ليج من زمان عارف جريليتش من ايام استون فيلا كان عامل ازاي. بس هو المشكله يعني في لعيبه كده هي ما بتعرفش تنجح مع جوارديولا، زي ما الراجل مدرب اسطوري وبالنسبه لي اعظم مدرب في التاريخ و الى اخره. بس هو فعلا فكره ان جوارديولا ساعات بيجي على اللعيبه جامد، يعني في لعيبه. جوارديولا دي مشكلته دايما يا نور، هو جوارديولا مشكلته ان واحد زي جريليش ده رجله في الملعب هتاخد منه احلى كوره بالظبط. هتلعبه بقى ماتش وتطلعه ماتش وتلعبه 60 دقيقه وتطلعه وتلعبه 30 دقيقه وتقول له معلش اصل مش عارف ايه. لا ويا خالد في غير مراكزه. يعني انت لو تفتكر جريليتش مع جوارديولا حب يلعب 10، حب يلعب وينج، حب يوديه وينج يمين. لا وجوارديولا مش المدرب الدايناميك اللي هو الحركي لا نغير وكده، لا هو سيستماتيك بطريقه غبيه. هو 1 زائد 1 يساوي 2 مش هتدي 3. جوارديولا ودي عنبر 6 و7 و8 والله بجد. نظامه معين، هو تحسه تركيبه وما بيغيرش التركيبه دي. انا خايف على مرموش من كده. فواحد شبه جريليتش، هو جريليتش لعيب حر، انا بحب العب براحتي، الم اخش اضم، لا افتح مساحات ورا، افتح على الوينج انا ودماغي ان انت تديله حريه. يعمل حاجه يلا كويس كمان مع ديفيد مويس. بس ديفيد مويس مش الواو يعني. هو كمدرب كويس، ما بقولش ان هو واو، بس هو مدرب كويس. كمان الصفقات اللي ايفرتون عملتها لحد ما كويسه جدا، ومستوياتها في الدوري هي ماشيه كويس برضه، يعني مش زي الاول طبعا، مش زي مثلا الموسمين اللي فاتوا. يعني انا بتكلم سنين، بتكلم على الاداء كويس. ساعات بتوصل لتوب 5 وتوب 6 كمان. بس انا شايف ان لا ايفرتون ماشيه كويس. وبالنسبه لارن سلوت برضه بيكسب. بقى انا عايز اعرف ما هو انت الراجل بتكسب. هو الراجل بيكسب في بعض الاخطاء، هو لازم اكيد برضه هيفضل يعني مره مع الثانيه لحد ما هيصلحها. اصلك معلش يا كوكا، انا ما بتكلمش على خطا فني، لا ده خطا هو كل مره مستمر متكرر هو. انا بتكلم في الحته دي. طب في ايه؟ ايه الحل؟ المشكله ان هو عكس الهارمونيك والله، الاندماج من اللعيبه. بس هو ماشي، هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه الحلقه يطلع من توب، مش عارف يطلع من عبايه يورجن كلوب الضغط العالي، ولا العب مثلا 4-3 العاديه، 4-4-2 4-2-3-1. هو مش عارف يطلع من عبايه. بص تلاقيه مثلا في ماتش ايفرتون عامل 434 تمريره، ايفرتون 263 او 36، يعني الضعف يعتبر، بس كله عرضي، عكس يورجن كلوب كان كله طولي. كله الله يبارك له جرافنبرغ. لولا جرافنبرغ اصلا كنت شفت حاجه ثانيه، لو بيطلع والسلم وفك الضغط وتحركات ولا عامل شغل 8 و6 و10 اصلا يعني. ده ارن سلوت بقى اللي انا قصدي عليه.
هو ده البوتنشال بتاع اللعيبه، هو بوتنشال كويس في هو اللعيبه. خلى جرافنبرخ بص كان عامل بقى مستوى عامل ازاي. هو بيجيب اجوان ماشي تمام، انت دلوقتي خليت لعيب كويس، طب ماذا؟ لا مش خليت لعيب كويس، خليت لعيب محور الفرقه كلها تمام مركز بتبقى عليه. حواليه. ما عملت ان انت ده لعيب اساسي بنيت عليه الدنيا، خليته هو العمود الاساسي للفريق. طب انا دلوقتي عندي اخطاء هي يا جماعه، انا بتكلم في مبدا ايه بعيد عن اي حاجه خالص، انا بتكلم في حته ارن سلوت نفسه. انت كمدرب عندك امكانيات حلوه جدا، معاك فريق مرعب، انت ده ليفربول بس حرفيا. مش فاهم بعضه. لا بس مع احترامي انا اسف لو بقاطعكوا يعني، بس انا بالنسبه لي ان ده شايفه ضر الفريق اكتر ما فاده. النجوم الكتير لا مش النجوم الكتير، حوار ان انت تمركز اللعب كله على جرافنبرخ ده ضر الفريق. عارف ماشي. ضره ليه؟ انت عندك واحد شبه ماكاليستر بيحب يلعب 8، انت كده دفنته. لا لما هما الاثنين كانوا بيلعبوا مع بعض، الاتنين كانوا السنة بيلعبوا اللي جنب بعض، فاتت ايوه. انت كنت بتاخد من ماكاليستر 8 و10 انا فاهم، بس انت لما اديت الحريه الجامده دي لجرافنبرخ جت على زمايله. طب فكك من ماكاليستر، لو قلنا ان ماكاليستر بيأدي شويه لحد دلوقتي فيرتس مش عارف يتأقلم على الوضع ده. دي مشكله فيرتس نفسه. دي مشكله لعيب. لا دي مشكله فيرتس نفسه. فيرتس انت هو مع ليفركوزن كان بيعمل ايه؟ كان 10 وهاجم ما واحد. انت 10 مفيش الضغط ده، بس مفيش ضغط سرعه الدوري. بالظبط دي حاجه انت ثانيه. انت في الدوري الالماني اللي قبل ما يستلم الكوره في 5 ثواني بيعرف يلف الكوره، يلف نفسه، يعمل اي حاجه. في الدوري الانجليزي مفيش. لا مفيش. وعايز اخد منك النقطه ديت يعني واكمل عليها. هو لعب عليه جاي بتاع ايفرتون، جاي اصلا طلع الماتش ده هو 7.8 عامل عليه ماتش جامد جدا، مش لاحق يلعب كوره. لا انا عايز اخد منك النقطه دي واكمل عليها. انت تحس ان الولد عنده رهبه. انت لو اتفرجت على ماتشات الليفر، فيرتس دايما بيتاخر في القرار الاخير. في كوره انت المفروض تشوط، انت قدام الجول راح جاي من بازال صلاح لو انت شفتها يعني. فانت دايما فيرتس تحس ان هو عنده الرهبه فعلا بتاعت النقطه ديت. هو ما انا بقول لك هي مشكله اللعيب نفسه، مش مشكله بقى المنظومه ولا مشكله ارن سلوت ولا مشكله، لا مشكله هو فيرتس نفسه. ماشي. ما انا بالنسبه لي انت سلوت ليفركوزن ما كانش بيلعب صريح 10، خلي بالك بيلعب يعني متطرف ناحيه الوينج شمال شويه. كان هو حر لعيب فريق. عشان ننهي بقى الحته دي يعني نحط النقط على الحروف بالنسبه للجمهور، انت شايف ايه الحل اللي ارن سلوت يعمله علشان ما يقعش دايما؟ مفيش حل، هو الحل اللي انت بالوقت. هتعمله يا قاعد كودي جاكبو على الدكه، لان كودي جاكبو اصلا الانتاجيه بتاعته لعيب بيدافع وبيعمل سبورت الباك اللي معاه كل حاجه، بس اصلا هو كيف يكسر يمين ويشوط، يكسر ويشوط، ما عندوش بيفكر في نفسه بس. ودي مشكله جاكبو، عنده قوه بدنيه عاليه وكل حاجه، بس ما عندوش انتاجيه. لو حطيت فيرتس مكانه هتلاقي انتاجيه عاليه. على فكره بقى انا عايز اقول لك عنده كوره. انا عايز اقول لك على حاجه، الراجل ده ايوه كده هو مش راضي يطلع قدام الكاميرا، بس الحلقه الجايه عافيه. من الاخر الحلقه الجايه عافيه. ده حقيقه. ما انا بقول لك لو كملنا على كلامه، الفكره كلها في فيرتس نفسه. هو لازم يبقى عنده الثقه ان انا كويس اصلا، وانا المفروض الفرقه دي انا جاي عشان ابقى النجم بتاعها بعد ما نجمها يمشي. هو ده المفروض. 70% ان ارن سلوت هو اللي اشتغل على ديت. انا اتفق مع كريم بصراحه. اكيد ارن سلوت لازم يشتغل على كده، بس لازم اللعيب نفسه يبقى هو حاسس بده. ما انا ممكن اقعد اقول لك على فكره انت نجم الفرقه، انت اللي انت هبني عليك. لا مش هيشتغل معنوي، يشتغل على ارض الواقع. ما هو بيشتغل، هيعمل له ايه؟ الراجل يا جماعه مريحه من كل الاتجاهات، وراه ماكاليستر وجراغنبرخ وسابوزلاي جنبه بيخدم عليه وصلاح، هيعمل له ايه تاني؟ ينزل يلعب معاه زي جرافنبرخ اول موسم برضه عادي. هو جرافنبرخ برضه ما اتطورش، كان جاي احسن ناشئ في المانيا صح؟ انا اظن تقريبا ناشئ في المانيا ومش عارف ايه، فقعد سنه ولا سنه. هو جاي من اياكس بس كان اخر في هولندا او في المانيا. هولندا بايرن جاي من بايرن. راح من هو اياكس. ممكن يقعد له سنه ويتظبط يعني، يحلل الفلوس بتاعته ان شاء الله. انا شايف وجهه نظري الصراحه ان ارن سلوت عنده نقطه واحده بس هي اللي بتخليه دايما، ده اللي انا بتكلم فيه وانتوا تقريبا مش فاهمين قصدي، ان هو عنده خطا دفاعي بيحصل، فبالتالي بيجي عليه بيجي من نص الملعب. طيب هي نص بتبقى الملعب. طب نص انا الملعب. المفروض اعمل ايه اللي انا عايزه بقى؟ يعني انت مثلا يا تخلي حد تقدر تحفظه طريقه لعب تانية ان هو يخليك ما يتقعش في الغلطه دي، او المدافعين بتوعك طبعا فان دايك سيء جدا حلو، ما بيغطيش الاخطاء اللي بتحصل من خط النص، وما بيخديش كريكاز اللي لسه مش قادر ان هو ينسجم برضه، لان برضه بص يا محمد، ارن سلوت مشكلته ان هو خد عبء ان انا اخدت الدوري السنه اللي فاتت ومطلوب مني اخد الدوري السنه دي.
فكره وجايب لعيبه وجايب صفقات، يعني ما خدتش الدوري نص السنه مليار، دي آه. هيهنوني. لو تلاحظ ارني سلوت يا محمد قلب شكل اللعب بتاعه او طريقه لعبه هو اللي هو ايه. هو اصلا كان ارني سلوت بيعمل ايه السنه اللي فاتت؟ انا بنزل الشوط الاولاني مش مطالب اي حاجه من لعيبتي غير ان انا على الاقل اطلع 0-0، مش مشكله معايا خالص. بس بشوف الخصم ده طريقه لعبه ايه النقط الضعف اللي عنده، ايه المشاكل اللي موجوده، واجي الشوط الثاني بنزل افرم امه يعني بطحنه. انت السنه دي العكس، انت عايز الشوط الاولاني تنزل اول 10 دقايق ربع ساعه لازم اجيب جون، وانا جايب ايزاك وجايب فيرتس وعندي صلاح وجايب الدنيا دي كلها، اطلع اول ربع ساعه مش جايب جون ازاي؟ لا لازم اجيب جون بسرعه عشان قدام الجمهور اهو احنا جايبين جون واحنا شغالين وكويس واحنا بنلعب والدنيا فاهم. فقلب طريقه اللعب بتاعته، فهو نفسه اصلا متزاول. يعني هو متزاول مع في عناصر كتير لسه جديده، مع الشكل كله مش مترابط مع بعضه، فاصبحت المشكله اللي احنا موجودين فيها اللي هو عقبال ما احنا بنقرا احنا عايزين نعمل ايه، بتلاقي هوبا الدقيقه بقت 90 يا جماعه يلا انقذونا والنبي عشان مش هينفع نطلع من عشان الخسرانين. كده دايما بيجيب الاجوان في الاخر. بالظبط. وانا شايف ان هو برضو عنده عليه ضغط جامد، هو يعني جابوا له صفقات ومعاه فريق احلام. بالظبط. هو طبعا الضغط هيزيد اللي عنده، ان هو عند دلوقتي انا عايز اكسب، الاداء الكويس هيجي بعد كده، الاخطاء دي هنشتغل عليها، عشان هو دلوقتي الضغط اللي عليه ان هو لا انت مش هتبقى مطالب بدوري بس، لا انت مطلوب منك كل حاجه. بقى عشان ايه الموضوع كان قلب من ناحيه كوميدي كده قوي فاهم، فالدنيا باظت خالص. فاحنا عايزين هنعيد الحته بتاعت كوكا، يا اما هنلغي بقى ارن سلوت بليفربول ايفرتون انا اتوهت وكل ده. جنبكم. نخش بقى على ايه اليونايتد وتشيلسي، فكك بقى عشان ليفربول تقريبا بيضايق الناس. حلو. اليونايتد وتشيلسي الماتش خلص 2-1. طبعا ابو ريم ده ابو ريم ده ابو وام ده ابو ريم يا اخي. ريم بس ضرب جاكيت جامد، انا بحب هو احلى حاجه الجاكيت، والله اقسم بيضرب. بالله عليه الجاكيت يعني علاقه. لو يبعت لي واحد يبقى مشكورا. المهم اول الماتش كده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم، تشيلسي الحارس اتطرد. ضرب تشيلسي خد ضربتين، اول ضربه طرد الحارس اول 5 دقايق، تاني ضربه هو ما كانش عامل حسابها ان بالمر هيتصاب وهيخرج، فبالتالي عمل تبديله اثرت عليه اصلا في بدايه الماتش برضه في خروج استيفاو. فانت خسرت استيفاو اللي هو النجم الناشئ اللي انت جايبه اصلا من البرازيل عشان هو فعلا مستواه عالي جدا حلو كده، وخسرت بالمر اللي هو يعتبر هو الفرقه، وخسرت حارس الفريق الاساسي، فانت خسرت 3 لعيبه يعتبر مهمين. يمكن اهميه استيفاو مش المهمه العاليه قوي، بس هو كلاعب مؤثر. بالمر كلاعب مهم جدا. هي بص هي بالمر هي يعني اللي زي ما بيقولوا ايه اللي نهت الدنيا، القشه اللي قطع الظهر البعيد يعني. بالظبط كده، هي فعلا كده. النقطه الرابعه وهي طرد كازيميرو. طرد كازيميرو كازيميرو ده يعني عايز ياخد 30 جزمه. لا ده سيبك من الطرد نفسه، ده هو خد انذارين في نفس الشوط بص يعني. وكازيميرو اللي هو اكتر لعيب خبره في بص مانشستر لا يونايتد. بس عايز اتكلم في نقطه يا جماعه برضو. هي الفكره في لعيبه مانشستر، لعيبه مانشستر برضو عندها حياه بره، يعني هي عارفه الكلام اللي بيتقال وعارفه الدنيا اللي بتدور. هي لعيبه مانشستر اصلا كلها مضغوطه بشكل مش طبيعي. تخيل بقى لما يبقى عندك واحد شبه كازيميرو، انت الضغط دبل على طول، لان الناس اول ما بتتكلم بتقول ايه معلش يا نور اقطعك، يعني لا. ايه الضغط الدبل؟ ده كاسيميرو ده المفروض هو اللعيب اللي يشيل الضغط من على بقيه الفرقه. بالظبط. ده اللاعب بس الخبره الوحيد اللي انا في فاهم، بس الكلام ده بيتقال امتى يا خالد؟ الكلام ده بيتقال لو انت فريق كبير مثلا ومضغوط في ماتش وخسران. مانشستر يونايتد يا عم. مش كده يا عم سيبني اكمل، انا قصدي انا بتكلم في نقطه ثانيه. انا بتكلم ان انت دلوقتي اليونايتد خلاص الناس بقت مستهفئها، كل ما تخش ايه يا عم ده ممكن يخسروا من فرقه درجه رابعه، ده بص ممكن يخسروا من اي حد. فانت تخيل لما لعيب شبه كازيميرو يتقال له انت بتخسر من درجه رابعه، واحد محقق امجاد مع ريال مدريد، فجاي هنا وهو بالنسبه له انا جاي انا مضغوط، انا عايز اعمل اي حاجه للنادي ده واصل لك. الكلام ده احنا نقوله في فرق نص الجدول، لا، نقوله مش على لعيبه قصدي. مع بعض هنا في الدوري المصري. انا مش قصدي ده كازيميرو ما أنا يتقالش فاهم. الكلام ده عليه. طب ما برونو كان نفس النظام. طب يعني برونو لما بيخش ضربه برونو ما جزاء، اتطردش، ما هو برونو بيعمل ما حاجات. وقعش الفرقه. انا فاهم. انت الطرد ده وقعت بيه الفرقه حرفيا. وابوريم انت موتته. ويعني هو بص الغلط الاكبر في الماتش ده على اموريم، وهنتكلم دلوقتي ليه. انا بتكلم انا عامل له هو قناه لوحده. كاسيميرو لا يعني يتحاسب حساب
عسير. انا بقول لك دي انا غلطة فاهم، ما هو شفت تتغفرش. انت قلت انا حاسبه حساب عسير عشان ده كازيميرو، فهو بالنسبه له كازيميرو انا الفرقه كلها ميته فانا اصلا مضغوط فانا بايع القضيه. انت واصل لك؟ هي دي تمشي، قالوا لك امشي 3 مرات وانت مش عايز تمشي. انت وقام وصلت لك مكمل. الفكره، فهو بالنسبه له لا انا بايع القضيه بقى، عارف انت اللي هي تولع، فاهم؟ انا بقول لك هخش امشي بقى. طيب امشي، ما هي الفرقه ماشي. كده كده مش ناقصه. ما هي انا دي شايف ان الفكرة. هو تهور من كازيميرو وغباء الماتش الصراحه. ده كشف اليونايتد مبدئيا. ما هو كشف يعني اليونايتد. حرفيا لما اتطرد كاسيميرو انت شفت تشيلسي عمل ازاي. تشيلسي ده لو كان الحكم ادى وقت زياده كان هتتعادل يتعادل هتتعادل اه. لا ما بالك بقى ان تشيلسي اصلا ما اتطردش من عندها بقى الجون. انا عايز كان اقول الماتش لك هيبقى عامل ازاي؟ عايز برضه اقول لك على حاجه، هو غباء من اموريم وماريسكا استغل ده. يا جماعه انت الشوط الثاني اتفرج على اول ربع ساعه في الشوط الثاني اللي هو ماريسكا نازل خلاص، هو كده كده النتيجه 2-0 وهم مطرود منهم واحد وانا مطرود مني واحد، فخلاص هو الماتش ماشي في اتجاه ان يعني خلاص كده حلو، خلاص اول ماتش خلص. حافظ بقى ان انا ما اخشش فيها حافظ ما جوان. يخشش فيها جول تاني عشان يبقى النتيجه كده شكلها حلو ونطلع بالنتيجه دي. لا الناحيه الثانيه امورين بيطلع له اللعيبه اللي بيهاجموا ودافع وبدافع وبلعب في خلاص نص اه، الملعب ما جاش مش خلاص عارف ايه جاش. وبرجع الكرة لورا. الراجل قال لك هو عارف هو اضغط عليه طب اجرب كده. اضغط يا ابني انت هو لا نفسه بيضغط بياخد الكرة بيروح على الجون واحدة في الثانية. ايه ده انا ممكن اكسب يا جماعة عادي. لا ده طلع عبيط والله ولا كده. قام جاي لا ماريسكا لا عمل ده عبيط ده يا عم. تبديلات انزل العب انزل العب يعني مش كورة يلا. مفهومه منه، يعني مش مفهوم انت راجل مطرود من عندك. الجون يعني الجون اتبدل وعندك بالمر طلع وعندك تبقى طلع. طب في ايه طيب؟ يعني انت ليه ما تكملش؟ بالظبط. أنت ليه بتدافع؟ اموريم لا اموريم يعني انا كنت بدافع عنه اكتر حد ممكن يكون كان بيدافع عن اموريم، بس الماتش ده لا ما ينفعش لا هو أدافع عنه. كارثي، لا كارثي الماتش ده لا بصراحه. الماتش ده في باين ان تغييراته هو لا. زي انا قلتها قبل كده، يعني قلتها كتير قبل كده. اموريم احنا مش عارفين هل هو مش عارف يلعب بطريقه تانية غير الطريقه دي، ولا هو عايز يثبت طريقته وطريقه لعبه والكلام ده. لا هو مش عارف يلعب بطريقة بس تانية. ارجع واقول لك يا خالد، يعني انت دلوقتي عارف انت بقى ايه، انت مضطر بقى كمل. ماشي مضطر اكمل. انا كنت بص انا لغايه الماتش ده كنت بقول زي كده بالظبط. ما بص هو بقول لازم ما اموريم انت هتفضل يكمل. في لوب جماهير لا مانشستر ما مش هو هتخلص اموريم لو منه. هيفضل كده اللوب دي لازم تنتهي دلوقتي زي تنهاج. انت تنهاج صبرت عليه عشان اللوب وعشان ما نتاخرش وعشان ما نعيدش تاني، رحت سايبه اتاخرت قوي فاضطريت مشيته. حتى لما مشيته بطريقه وحشه. فانت اموريم لو هو يا جماعه اموريم بجد مش عارف يلعب باي تشكيل تاني. فاضي 3 4 3 7 مش عارف لا، يلعب ثواني بس، باي ثواني، حاجه. لحظه بقى كده، كده بس كده. لحظه بقى كده، ثواني بقى ايه. هات بقى الراجل ده. تعالى كده. هات اه. تعالى بس، لازم يطلع. تعالى بس. انا بقعد هنا جنب. ماشي بس تعالى، جنب، تعالى. جنب. يا عم هتقعد في اي حته، تعالى بس أقعد اقعد جنب. كده كوكا جنب سيرة كريم. كده كوكا. نسيت. تعالى بس. يلا. يا عم تعالى بس والله. لا تعالى بجد والله عشان الناس فعلا. لا اه الناس محتاجه اقعد شغل جنب يا عم. كريم. اقعد جنب كريم. هنا جنب كريم، انت جنب اقعد كريم. هنا، اقعد حتى. انت هنا. انا عاوز احمد اقعد كريم. ايوه تعالى جنب كريم. هو ده محمد اهو. تعالى سامع. ماشي. ايوه قرب السلام مننا. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه كده يا عم نور الدنيا. ايوه يا عم والله منورنا، عمال تتكلم من ورا. طب يا جماعه معلش بقى ايه، الراجل ده كان قاعد هنا ورا الكاميرا. أيوة. اعرفكم بيه حوض عبد الله. حلو كده، بس احنا هنطلع له اسمه ايه، هنقول له عبد الله على طول. عبد الله. حلو حلو تمام. الراجل كان قاعد ورا وكل شويه يطلع يقول كلمتين، فانا ويرجع قلت له في حته بس اتمنتجت، قلت له انت لو فتحت بقك تاني انا هدخلك عافيه. انا كنت ناوي ادخله بقى ايه، اصلا ادخله بقى في حلقه جديده، بس هو بقى قلت له لو فتحت بقك هتخش بقى عافيه بقى، ما انت الجمهور عايز يشوفك. غفروني. ايه رايك؟ احلى تهويش. طب ايه رايك في انت بقى ايه رايك في أموريم بقى؟ اموريم؟ لا بجد والله عشان هو آه. منرفزني. انا اموريم منرفزني. بص هقول لك حاجه، طول عمرنا نعرف نقول لك هات لعيبه عشان لا هويه وبتحب النادي ومن النادي وكذا. اول مره مانشستر تبقى عايزه مدرب بيحب النادي مش لعيب بيحب النادي. دي بالعكس. اه يعني العكس، احنا عايزين لعيبه يحب الشعار عارف بتاع دي النادي. فكرتني كذا بايه؟ كذا. فكرتني بنقطه تشافي مع برشلونه. بالظبط. انت عايز مدرب عارف يعني ايه مانشستر. يرمي روحه في النادي. بالظبط. بس عايز أصل بقى هو- واحد من ولاد النادي. بس ايا يكن هات واحد عارف قيمه مانشستر، عارف الهيستوري بتاعتها، الايرا اللي كانت قبل كده. هو اصلا بالنسبه لي انا مانشستر شبه كده الترسانه عندنا، كانت جت فتره كده خلاص في اصلا جيل جديد. اصلا لو قلت له مانشستر قلت له مانشستر بالظبط. إيه الجيل ده؟ اللي طالع اصلا ما بقاش بقى معرفش عارف إيه. انت زي مشكله الميلان والانتر بالظبط. الفتره الاخيره لما آه، ليفي كان آه. بياخد الدوري من السلام عليكم. الجوله الثانيه. الجوله الثانيه اه فاهم؟ ده حقيقه بينافس نفسه بقى لوحده. والله العظيم دي حصلت فعلا. يعني شباب
كان بطلع فبقول له، بيقولوا لي يا عم انت بتشجع مين؟ فبقول لهم الانتر. قالوا لي ايه الانتر ده؟ ايوه ده حقيقه فعلا. ايه الانتر ده؟ لا، مش في عارفين حاجة. ايه الانتر اصلا. ولا هيعرفها ولا هو هيعرفها. الجيل بقى طلع السيتي باريس بالظبط اللي هو الجيل الجديد. حتى اللعيبه اللي بتلعب عندهم شباب بوم طلعوا في دقيقه 67. طب مين اسحبك الفرقه؟ ده ما انا بقول لك هو يعني بقى لك 14 اللعيب ده بياخد الكوره من المنظره لحد القاهره. طب انت طلعته وبرونو الدقيقه 7. وعايز اقول لك هو الوحيد اللي منفجر اصلا في خط الهجوم، هو اللي بيشوط وهو اللي انا بيلم بقول لك الخطوره. هو ماريسكا ما بقاش يعني ماريسكا نفسه مش مصدق. هو بجد بيطلع اللعيبه اللي بيهاجموا. هو بجد هيسيب لي الكوره. أيوة، هو بجد ساب لي كل حاجه. طبعا حرفياً انا لو ما راس كسبتش الأتوبيس. يعني ماريسكا لك ده انا لو ما كسبتش بعد كل ده يبقى الغلط عندي انا. لا ده انا العب كوره بقى. عارف ماريسكا لو ما كانش فيه شتاء والامطار والطقس كده والله العظيم كنت شايله. هم 10 دقايق بس كمان. 10 دقايق كانت تلاقي النتيجه 4-2 5-2 عادي. هو 10 دقايق بس كمان. الظروف ساعدته عشان بس ايه منظر مانشستر. يعني عارف انت حافظ ما الوجه. اه والله كويس ان هو كسب في الاول وفي الاخر. ده الاقل رزقه معنويا، واسع. على الاقل معنويا ان هي هتزق برضه شويه الى حد ما، يعني يعني تمشي السكه واحده كده. بالظبط. ماشي. يعني انتوا شايفين زي ما انا كنت شايف ان هو من الاخر مجمل الماتش او الهايلايت للماتش ده لولا اخطاء ابوريم كان قدر ان هو يعمل سكور اكتر انت من الشوط كده. الاولاني يا محمد كان يقدر مانشستر يونايتد يطلع كسبان من الشوط الاولاني بس 5-0. 5-0 لو في عقل. انت حتى الجونين اللي انت جبتهم مفيش واحد فيهم من اللعبه يا راجل. مش ملعوبه مفيش واحد منهم من اللعبه يا راجل. ده جونين كده. ده في جون اصلا، في الجون التاني ده اللي هو بتاع كاسيميرو غلطه المدافع والجون بتاع تشيلسي. يعني انت ما عملتش حاجه برضه. يعني مش مثلا واحده بقى تيكي تاكا بقى في واحده عرضيه. يا عم بس هم يجيبوا جوان تيكي تاكا ايه؟ انت ده فريق بيحتضر. مفيش. انت عارف يا محمد الاكس جي بتاع الماتش دوت مانشستر يونايتد 1.84 تشيلسي 0.43 اصلا يعني اساسا. يعني انت كان عندك فرصه الذهبيه. تكسب يعني سكور. تشيلسي اللي هو يعتبر مش موجود اللي هو ما انت مطرود منك واحد من الدقيقه 5. ايوه شوط على الجون 4 ومطلع الاثنين الفراوده اللي بيخلصوا لك كل حاجه. الدنيا باظت. ده انت لعبت مطرود ده انت منك كمان واحد طلعت ولعبت بيدرو نيتو بالمرمى اللي هو اصلا بيعمل لك المجهود البدني. يعني انت بالمر ونيتو واستيفاو والجون الاساسي هلعبك بمين؟ احنا الفرقه والقلب. طب انت عايز عندك ايه؟ في الدقيقه 7 والدقيقه 6 والدقيقه 21. ما انا بقول لك يعني انت المفروض تخرج الشوط الاولاني ده. يا عم قول الشوط الثاني كازيميرو اتطرد وانت خلاص مضطر ان انت تلعب 10 ضد 10 فهقفل وهعمل. الشوط الاولاني بقى ما طلعتش كسبان 5-0 ليه؟ صح؟ ده بيقول لك اللي هو اصلا يعني هو عبايه مش عبايه. بالظبط. لا هي العبايه فعلا كبيره عليه. اللي لنا على كبير مانشستر والنبي. انتوا عايزين تروحوا اللي لنا على لا كبير انا عندي مانشستر. بس حاجه قبل ما نقفل من مانشستر. اموريم يكمل ولا ما يكملش؟ مش سؤال على فكره سؤال وجيه جدا الصراحه. بص صلي على النبي. على أفضل الصلاة. لو هتديله الثقه واحنا معاك وعند عمك احنا كل ده احنا مدينه الثقه يعني بزياده. فاضي انا فاهم والله. طب يعني بص، انا خلينا نحول السؤال باجابه يا نعم يا لا. يكمل ولا ما يكملش؟ على حسب المعطيات. لا يا نعم يا هو لا. معطيات اكتر من كده ايه؟ ما هي الفكره يا جماعه. يعني انا برضو مش عايز اسلم الراجل وبعدين طب صلي على النبي. هرد عليك سؤال بسؤال. ماشي. انت لو مشيته هتجيب مين؟ لا فيها مين؟ مش مشكله دي مش مشكلتي انت انا عندك دلوقتي. لا، انت عندك نونو سانتو اللي كنت النهارده نونو سانتو. طب عارف ماشي، مين وانت كمان نونو لو سانتو جه؟ على الاقل خبير بالدوري الانجليزي. انت مستني في انه حاجة سانتو هو اللي تانية. يرجعك عارف مانشستر مين يونايتد؟ مش اللي هيرجعني ممكن بس لو هل جه؟ هيزقني في اول توب 10 يعني واحده أيوة. واحده. عارف مين اللي لو ممكن جه يغير شكل مانشستر يونايتد ويبقى فيه الحته شويه من الحته اللي قال عليها عبد الله اللي هي لا ساوث جيت. يا عم ساوث جيت مع منتخب انجليزي انجلترا ما كانش عارف عامل حاجة. يعني ايه. بص مدرب انجليزي عارف يعني ايه مانشستر يونايتد. عارف حجم مانشستر يونايتد عامل ازاي. انا معاك بس انت مش هتعمل ميراكل فاهمني. يعني انت اللعيبه يا عم انا عايز حد ينقذني دلوقتي بس يطلعني اطلع اروح بس يروح احنا لو- ويجي وبعد كده تخيلوا عملنا كده تبادل مع بعض كده جبتوا سيميوني وديناه للمورينيو. تخيل كده سيميوني مع مانشستر يونايتد. تخيل بص كده. هو انا مش متخيل خلي سيميوني بالك. في الدوري الانجليزي عشان خلي سيميوني بالك. شايف وانا هو سيميوني الأنجليزي. بالنسبه لي فاضي زي اموريم. لا بس برضه هيأسس على الاقل شويه. لا سيميوني مش فاضي. لا، مش هو فاضي. سيميوني هو عمل مش فاضي، لا، تاريخ هو مش للنادي. فاضي. ده واحد جاب دوريين من لا شيء. لا او جايب دوريين من بقه ريال مدريد وبرشلونه. يا ريال عم انا من مش بقه. أنا بتكلم مختلف على- معاك لا. والله. بس هو لا سيميوني الفتره الاخيره خلاص بقى يأسس هو شبع. طب ماشي طب هو شبع في الفكرة اتلتي أصلاً. بس انت لو اديته اي فريق تاني سيميوني هينفجر. هينفجر. خلينا كلام لاتلتيكو بس لوقتها. بس انا بكلمك في نقطه. انا دلوقتي بالنسبه لي يونايتد عايز تمشيه. لو انا رديت عليك بلا هتجيب مين؟ مفيش حد هيرضى يقبل بالوضع دوت الا لو مدرب بينتحر شبه تشافي مع برشلونه. حتى انا قلتها لحوده
يا اما عايز تكمل كمل مع الاخر يناير. الموسم. لا مش حتى يناير، حتى كمل معاه كده الموسم مضروب بالجزمه، كمل معاه وبعد كده شوف بقى انت لو عايز تعمل كملت إيه. الموسم على الشكل ده مانشستر يونايتد حرفيا ممكن ينزل درجه ثانيه. مش الدرجه خلي مش بالك. الدرجات دي يعني. انت ليه مش للدرجه يا جماعه؟ انت السنه اللي فاتت طالع بمعجزه يعني هو في حل معجزه من لحد عند يناير ربنا لحد يناير يعني الصفقه كده لحد يناير كده ممكن. ايه سي في محترم ما هو لو سي في محترم ناخد الدايره من الناحيه الثانيه. ماشي. حلو. يمشي ولا يقعد؟ بص انا لحد الماتش ده كان يقعد، الماتش اللي فات ده لا يمشي عشان هو فعلا زي ما عبد الله قال هو فاضي. يمشي ولا انا يقعد؟ اتاكدت هو ان هو فاضل لحد فاضي. يناير يعني لحد يناير يعني انت شايف ان انت تديله فرصه لحد يناير يعني يزق الفرقه شويه لحد يناير. يمشي ولا يقعد؟ يقعد لسبب يعني هو يقعد ويكمل لسبب. زي ما نور برضو بيقول. لا انا بالنسبه له ان هو يقعد ويكمل، بس في حاله لو الدنيا باظت خالص وهم خلاص بقى اقاله هم اللي يمشوه او هو ما استعملش الضغوط، انا من وجهه نظري ان كاريك هو اللي ممكن يمشي بس. مايكل كاريك. انا بقى رايي، انا شايف ان انا في مبدا كده بحبه جدا، نص العمى ولا العمى كله. انت دلوقتي مضيعني حاليا، فانا ممكن امشيك دلوقتي وخساره قريبه تبقى احسن من الخساره البعيده. فانا امشيك دلوقتي تبقى الدنيا مكعبله معايا دلوقتي لحد كده كده يناير. اوريدي متكعبله. بعد كده يعني بالظبط ممكن اعدي الشتاء في الكعبله، بعد الشتاء يعني بعد الدور الاول ابدا ان انا الدور الثاني على الاقل اخش ان انا ابقى حتى السادس او السابع والعب بالظبط. دوري والعب انا بحاسس هنخش زي ما نور دايما يقول لك هنخش في نفس اللوب اللي هو هنجيب مدرب بيبني عشان الموسم الجديد من بعد مورينيو مفيش بروفايل واحنا تاني. وحظنا ورزقنا على انا الله. عايز اقول لك هي اليونايتد بيها سامه، خلي بالك لاي مدرب. يعني عايز اقول لك معلش مثلا الفرق بين ريال مثلا بين برشلونه واليونايتد ان انت مثلا عندك برشلونه منظومه وفي رئيس بيدعم وفي رئيس النادي حبه، لكن انت عندك في اليونايتد البيئه سامه ابرز. عشان بس نكونكلود كل دوت، انت لو جيت تبرز كل دوت هيقول لك جوزيه مورينيو عمل القاب الله مع كل الفرق. جه قال لك انا اعظم انجاز عملته في حياتي ان انا طلعت بشويه المعاتيه دول مركز تاني مركز تاني. بامانه. صح. فانت حتى يعني اي مدرب هيجي النادي دوت هيحط في اعتباره مليون فكره قبل ما يجي على الاداره المتخلفه اللي فيها اللي هم الجليزر. ماشي ده معاك، انا معاك فيه. طيب كده احنا كل واحد فينا قال رايه. هل ابوريم انا مش هسميه غير ابوريم، مش هقول اسمه الحقيقي. حلو. ان ابوريم يمشي ولا يقعد، فطبعا كلنا اختلفنا، واللي قال يمشي واللي قال يقعد. فانا عايز انت رايك تظهر لنا في الكومنتات، يقعد ولا يمشي. جوارديولا عمل اللي ما كانش حد ممكن يتوقعه، اللي هو ايه بقى؟ جوارديولا بيعمل تبديلات دفاعيه بحت. انا كنت كسبان 1-0 قدام ارسنال عشان ابدا الشوط الثاني او من بدايه اصلا من اول الماتش عموما، وانا جوارديولا متحفظ قدام ارسنال. جوارديولا خايف، جوارديولا وصل له حته ان انا ما بكسبش ارسنال بقالي فتره، فانا عايز انا جبت جول فانا بقى احافظ عليه بقى. حلو. فدي حاجه من ضمن الحاجات. ارسنال من بدايه المباراه وهو اصلا كان عامل فكره الضغط العالي اللي هو بينفذه. ارسنال اللي بيدربه مدرب جبان. ده المره اللي فاتت قال لك عليه مدرب جبان. لك مدرب جبان. هو كان جبان النهارده بقى. هو انا خلونا طب بقول لك ايه، اقول لهم رد عليهم. كمل كلامك. اتكلم انا. خد لي حقي. هو جوارديولا لا جوارديولا عارف تلميذه جدا. اكيد طبعا. عارف ان ارتيتا هينزل قدامه يدافع بحب. هو عكس. قلب السحر على السحر. هو عكس صراحة. يعني هو ماشي بدل بس مع احترامي ليك ارتيتا ورأيك، نازل ارتيتا نازل يسيب الكوره لجوارديولا. جوارديولا قال له اتفضل الكوره لا، بس أنا تهب بتكلم- منه اول 75 دقيقه ركز لا شويه. انا بختلف معاك يا ركز جماعه. انت تاني. لحد الجون ايوه ارسنال هو اللي ضاغط. ايوه طب ما هو ده انت اللي حصل. مشكله ارسنال الاساسيه كانت في الثلاث معاتيه. معلش طبعا هم لعيبه كبار جدا وعلى اعلى مستوى، بس حرفيا في الهجوم على المستوى الهجومي الثلاثه دي معاتيه. بقى الغلط. هو لو كان يعرف ان جوارديولا هيدافع يا جماعه كان قعد ساكا وايزي ومارتينيلي. ده اللي يجي لنا. لا بس انا عايز عايز اقول لك على حاجه. معلش يعني يلعب بميرينو وديكلان رايس معلش. وزوبا مندي. مين اللي معلش. هيدي الكره للناس اللي قدام ده؟ انا هنزل اديها لهم. انا هقول لك على حاجه. عبد الله دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك ان جوارديولا حافظ. ادى الكره لارتيتا ما كانش عامل حسابه على دي، عشان كده حط 3 يدافعوا. والله العظيم انا مش مختلف والله معاك. فده ده مش مربط الفرس. المربط الفرس اللي حصل في الشوط الثاني يا جدعان. ده مش التبديلات. منطقي. لا تبديلات. انا عايز اكلمك جوارديولا. في نقطه، يعني اسف لا كلامك يا تهويشه. انت عارف انت ده اكبر مثال على اللي بيقول لك جوارديولا مدرب مش متطور. جوارديولا نازل هو عارف ان ارسنال بيضغط عليه، عارف كذا، لا فانا هدافع، انا هكلح. جوارديولا كلح تقريبا خبره السنين كلها في الماتش ده. انا بالنسبه لي جوارديولا عمل اداء كلاحي يعني بامتياز. كاتناتشو عندي في القناه قلت على الحته دي، وعلى فكره اشرت ليك فيها في الحلقه. قلت يمكن نور قال عن جوارديولا ان هو كان كلاحه. لا دي مش كلاحه. اللي حصل ده مش كلاحه. اللي حصل ده في حاجه غلط، في ايرور. فاهم اللي هو
ايرور. يا جماعة معلش. لا في حاجه غلط. جوارديولا كان شارب حاجه قبل ما ينزل الماتش انا ده. اكلح وانا كسبان، انما انا كلحت واتعادلت اصلا وفضلت مكمل في الكلاحه. اكلح دي يا باشا، انا اسف يعني باحترامي ليك. لا انا كسبان شبه مثلا مثلا مديها 10. ثواني بس اقول لك على حاجه، اقول لك مع احترامي الجميع لاي الناس، بس انا هديك على حته انا فاهم فيها قوي كويس يعني. الاهلي لما راح لعب بالوداد تاني مره هناك في نهايه افريقيا حلو كده، لما جبنا جون عبد المنعم كان في الدقيقه كام؟ حوالي 76. حلو كده، انت من الدقيقه 76 اخر ربع ساعه دي حرفيا اتفرج على الكلاحه. الاهلي كان بيضيع كمان. اتفرج على الكلاحه. عارف يعني ايه في كوره تلعب فاول فالحكم يوقف اللعب، علي معلول هيلعب ركنيه وقام جاي شايط الكوره لبره وعلي معلول يروح يجري يتعارك مع الولا، دي كلاحه. انا كسبان فضيع الماتش، انما دلوقتي هتكالح ليه عليك وخليك تجيب فيا جون؟ لا، وبقيت انا وانت متعادلين وانا ستيل لسه بدافع. دي مش كلاحه، دي اخطاء. انا بقول لك ان الجون حتى اللي السيتي جابه، الجون اللي السيتي جابه كان مرتدة. بناء عن اخطاء ارسنال اصلا، سواء كان من نص دربكة في نص الملعب الملعب. مرتدة. او خطا في نص أيوة، الملعب. بقول رايندرز طبعا لاعب بص خرافي. لا طبعا الواد ده يعني هو بالنسبه لي احسن تعويض لدي بروين لا بصراحة. رايندرز خرافي. ايوه يا جماعه برضو احنا في حاجه نسينا، الدكه نفسها. دكه عامه انا شايف حاليا ان ارسنال كفريق شامل عنده واحسن من دكة حلوة السيتي. اه واحسن من السيتي كتير. بص للدكه هنا، شوف التغييرات اللي نزلت عند ارسنال، شوف التغييرات اللي نزلت هنا. خلي بالك ما لا تنساش يا ان باشا. راين ايت نوري مصاب وراين شرقي ما مصاب انا معاك في دي، بس مين عندك؟ مرموش مصاب. اكلي اتنين يا ابني، اتنين يا جدعان. موجودين. باشا فكره في طريقه التبديل، فكره في طريقه يا التبديل. جماعه هو انا حافظ جداً. اطلع فودن عشان انزل نيسان واطلع هالاند المهاجم وانا هو هو اعتمد- انزل مدافع العب بخمس مدافعين هو قدام اعتمد على ارسنال. ايه؟ يعني بص، هو تقريبا ارتيتا زي ما حوده برضو قال، هو يعني قلب السحر على السحر. هو ارتيتا يعني نازل مش هو عامل حساب جوارديولا. لا انا بتكلم على كلام ارتيتا. أرتيتا. ان كون انك انت بتلعب مورينو، ديكلان رايس، وزوبيمندي، طب ما انت مين اللي هيوصل الكوره فعلا؟ وساكا غير ان ساكا بره مدوكي في احسن حالاته، بس عندك باتو وصارد اللي ما عملش اي حاجه. فانت حتى في التغييرات، طب ما انا اقدر يعني مثلا على سبيل المثال ساكا، تمام؟ ساكا يقدر يلعب 10. ساكا اول اصلا لما طلع مع يوناي ايمري كان بيلعب باك شمال، باك ليفت. تمام؟ فهو يقدر يلعب اصلا الحته بتاعت الشمال دي كلها، ويقدر يلعب 10 ويقدر يلعب في المكان الوينج اليمين بتاعه. الوينج بتاعه. فانا كنت طلعت اصلا، او كنت بنزل بنويكي ناحيه الشمال ساكا، او ممكن ايزي وساكا، حد فيهم ناحيه اليمين وحد منهم في النص. او نوانيري. ما هو نزل ايوه بقول ابدا باي واحد فيهم يوصل بس الكوره انت وخلاص. بالظبط كده، فده اللي احنا بنقوله. لكن تعالى بقى انت تبص ناحيه حته جوارديولا لما هو عنده لعيب عرف يطلعه من الضغط. دوكو، انت تشوف دوكو كده في الكور، الضغط اللي هو الرهيب دوت، انت بيقول لك يعني حوالي 300 او حاجه جوه ال 18. هو نجم الفريق. هو اداله نجم حريته. ال- لا هو نجم اداله الماتش حريته. أصلاً. ايوه، اداله هو ده اللي حريته يا مطلوب منه جدعان، بقى. هو اداله انت- حريته. انت كفرد او عندك المهاره انك انت بتعرف تفكني من الضغط من اللعيبه، انت في وسط ثلاثه بتعرف تنقل الكوره في حته توديها بعيد جدا، ده اللي حصل فعلا. انا عايز اقول لك على حاجه يا كريم بمناسبه اللي انت بتقوله. بعد خروج هالاند بحوالي 3 دقايق كده كان في كوره دوكو وفي بتاع 6 كمان، مش 3 ده 6 ومش عارفين ياخدوا الكوره منه برضه. هو عمال يلعب، وهو لولا ان هو كان خلاص تعب كان جاب جاز حرفيا، كان ممكن يروح. يا جدعان هو انا بالنسبه لي دوكو مشكلته الفينش. دوكو الواد ده فعلا يعني عارف انت بيحفرك كتير، بس هو فعلا فينشه سيء. يعني انت عارف دوكو ده لو يظبط الفينش هيبقى فعلا من اجمد لعيبه في العالم بجد. بلس كمان ان دوناروما مع دوناروما ده اللي اداك الجون، ما تزيدش يا يعني. جدعان دوناروما هو اللي مديك بيلعب في الجون. السيتي بقاله 10 هو سنين. دوناروما يا جماعه هو اصلا حاسس ان يعني جوارديولا عمل خطته على دوناروما. انا عندي حارس جامد والعب بخطه قبل كده ما كانش يعملها، قبل منه ايدرسون صح؟ والله كان لعب بالخطه دي، خلي بالك. ايوه، عشان ايدرسون مش حارس جامد شبه دوناروما. بس هو بيعرف على يلعب حاجة برجله. برضه. انا هو بنى خطته دوناروما وتفضل الكوره، بس عايز هو واثق في تلميذه. عايز والله يعني برضه يعني اول حاجه دوناروما على قد ما هو حارس كبير جدا غلطاته بس دوناروما ساعات بيبقى يعمل اخطاء كده يا عم وغلطات في ماتش ارسنال، كارثه. ماتش ارسنال اهو الجون 80% غلطه دوناروما. ماشي انا معاك إيه؟ بس إيه؟ برضه شطاره من مارتينيلي. لا، هو انا شايفها انت مهندس هيعمل مارتينيلي. ايه بقى؟ خلاص ده واحد داخل عليه 50-50. انا فاهم، بس هو كان متقدم قوي زياده عن اللزوم، ماشي، ولا بس منه خلاص، طلع اتقدم ما هي قفل أصلاً الزاويه. غلطة الكرة عدت من كل دول وجت تعتب على بص دوناروما. بالظبط. هي عداله السماء تنزل عشان الماتش يتعمل. لا بس عايز اقول نقطه، عايز ابص نقطتين.
مبدئيا الميزه اللي عملها ارتيتا، التغييرات اللي عملها تمام، ان هو عملها بدري. نفس التغيير مارتينيلي برضو كذلك بينزل يحط الجون شبه ماتش الابطال. بلس ان هو مبروك للسيتي على التعادل. حلو بقى عايز اسالك على حاجه اخيره يا عم انت اللي بتعادل. لا مبروك السيتي على نقطه. يا عالم الكوشه يا جدعان. على النقطه مبروك، فعلا مبروك على السيتي على النقطه. انا بقى عايز يعني ايه اسالك على حاجه، خد رايك في حاجه. ايه رايك في عوده مارتينيلي؟ بس انا شايف ان هو كبديل. هل انت شايف ان هو كويس جداً. كبديل برضه هيستمر ان هو يكون جامد ولا هينخ تاني شبه الفتره الاخيره؟ الميزه في مارتينيلي ان هو الوحيد اللي يقدر حتى لو لعب يقدر يلعب 120 دقيقه ويديك نفس المجهود. مظبوط. رايح جاي هو دي الميزه بتاعت مارتينيلي. العيب بقى في مارتينيلي ان ما بيشوفش قدام الجون. يعني عارف انت ولا بره الجون. لكن لما بينزل ادينا شفنا الكام ماتش اللي فاتوا لما بينزل بيعمل فين. لا هو فعلا كريم بيتكلم الماتشين اللي صح. فاتوا هو مارتينيلي بتاع ال 20 دقيقة 25 دقيقة ينزل يحفرك يعمل، يبقى لسه عنده الرؤية حلوة يعرف يخلص. قبل ما لما يبدأ تغيب الماتش من أوله وتقعد بقى تفرهد فيه، هو هذا بيفرهد بعد نص 60 دقيقة خلاص بيبقى بيجري بس. اديني الكورة انا هجري، تمشي مني بقى شوف بقى الجون فين ومرقص جرينا يا معلم ماشي معاك. وبعدين انت عندك ميزه اللي هي انك انت تبادل المركز وتدوير الاجنحه دي عندك ميزه جامده قوي قوي ارسنال. حرفيا يلعب حلو يمين قوي. وشمال، مدوك يلعب يمين وشمال، ايزي يلعب ممكن يلعب 10. شوف دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه ان انت بقى الفرقه مش عارفه حافظه بعضها وده بيلعب. هي هنا بقى طالما انت اللي جبت اللعيبه ديت هو سلاح ذو حدين. طب انا معلش مطلوب منك منك قطعت، ده سؤال لكريم بقى بما انه يعني اكتر واحد فينا ارسنال. ايه رايك في ان جيوكيريس مظلوم ولا لا في الفرقه دي دلوقتي في الوضع الحالي؟ في الوضع الحالي طبعا ان هو مفيش كور كتير. هو مظلوم قوي يا جدعان. النقطه الثانيه انت لو تشوف اصلا هو الولا اصلا كانت الخطه سيسكو هو اللي يجي. ده حقيقه كان عايزه كان سيسكو اللي هيجي. جيوكيريس هو كان هيموت ويجي على ارسنال. فالولا حتى لما بتشوفه بيضغط على المدافعين الولا بيخش لا هيخلي المدافع يغلط، يطلع بقى يطفش الكوره ياخد الكوره من المدافع بس خلي المدافع. بس في مشكله في ارسنال بقى. اكيد طبعا ارسنال بقالهم 6 سنين بيلعبوا من غير راس حرب لحد ما اللعيبه ناس ان في حاجه اسمها راس حرب. الادوار الامداديه راس حرب منسيه عندهم. فاهم ده اللي انا بشوفه. حقيقة. فاهم قصدي؟ حقيقة. يعني ساكا انا بداخل انا مفيش راس حرب. بس مارتينيلي عارف برضو المشكله في ايه؟ الامدادات ايه اللي جابك كده؟ الكونسيبت بيعتمدوا على نفسه. الجناح بيعتمد على نفسه. ده في راس حرب احنا لسه ما اتاقلمناش. لا وعايز اقول لك برضو نقطه، عارف انت يعني هي تخص جوكيريس شويه. انت عندك يعني انت عندك في بروفايلين من المهاجمين. في مهاجم اللي هو الكلاسيكي انا 9 مثلا فانستروي، وفي مهاجم اللي هو بيحب المساحات واينوني بالظبط. جوكيريس من النوع اللي بيحب المساحات. انت لو اتفرجت على جون في سبورتنج لشبونه هتلاقي دايما من المهاجمين اللي هو يحب يمسك يستلم في مساحه ويعدل في مساحه ويقوم جاي شايط. بس اصل الامداد مش موجود يعني. هو اللعيبه رقم 10 هي والجناحين دي ناسين ان في مهاجم احنا جايبين مهاجم. وما بيدولوش في مساحه، بقى بيدوا له ست الكوره ازاي؟ انا اسف في نقطه كلام، بيدوا له الكوره يا اما عرضيات يا اما في البوكس. هو مش مهاجم بوكس. يعني اقول لك هم بيدوا له الكوره لما بيتفاجئوا ان هو في الشغل. بالظبط اللي هو انا في اللي هو في لعيب في بتعمل البوكس. ايه هنا؟ ايه اللي جابك؟ فاهمني اللي هو انا في لعيب في البوكس. هو مش من نوعيه المهاجمين ديت. هو بيحاول يتاقلم على ده بس مش عارف. وبعدين يا جماعه انتوا تنسوش حاجه ان الماتش كان زحمه قوي. انت عندك كاليفوريا هو اللي عند ال 18 وتلاقي مين اللي بيغطيه اصلا؟ تلاقي جبريل وصليبه هما الاثنين. يا باشا انت بتلاعب فرقه بتدافع بخمس لعيبه كله قدام. جوارديولا اكبر ده كان بيخاف فانت اصلا صرف يعني. انت هتجيب الجون ازاي؟ في الزحمه دي انت هتجيب الجون ازاي؟ ايوه يا جدع انا اول مره اشوف هالاند لا وكمان يا جماعه مش اي زحمه، انت بتتكلم في زحمه برضو. رودري مع رايندرز مع عارف الماتش ده يعني زحمه تقيله قوي. فاكر الماتش بتاع السنه تقريبا اللي فاتت لما كان لما مش عارف كان توصل تقريبا اتطرد او حد اتطرد تروسلاند تقريبا وتعادلوا وبعد كده السيتي تعادل. لما تعادلوا في الدقيقه برضو كان مش عارف الدقيقه حاجه و80 لما هالاند خبط الكوره. انت شفت كميه برضو شفت اصلا كان بيدافع ازاي؟ هو تقريبا كانت كده بس هم كانوا زايدين زايدين 90 دقيقه كان بيدافع بس كان بيدافع عشان مطلوب منه واحد. السيتي بقى انا شايف ان جوارديولا وده برضو لا في تطوير. ايوه طب ما ده اللي انا برضو الحوار دوت ان هو كون ان هو قصه ان انا افضل اهاجم وافضل انا مستحوذ وبتاع لا هتيجي عليا اوقات انا مش هتنفع مع فرق معينه. بحس هي ممكن انا شايف بقى اللي استفاد عشان من كل جديدة. دوت واحد بس. استفاد من كل اللي العبط ده واحد بس، الاقرع اللي في اول الدوري ده. تشيلسي خسر والله وارسنال والسيتي تعادلوا. دي حقيقة. الدنيا زي الراجل ده سالك سالك هو والله. هنا السؤال هل جوارديولا بيطور
ولا جوارديولا كان بيحاول ان انا اطلع باقل خسائر؟ هو شايف لا، ان بيطور. الموضوع منه هيفلت. بص بدماغ جوارديولا هي بتطور، اكيد بيطور. يعني مش هينفع اروح مع التانية عشان صعب على دماغي قوي الصراحه. يعني انا في الاول خدتها على صدري قوي، بس فعلا لما قعدت افكر فيها قلت يمكن يا عم الراجل بيشوف في طريقه لعب جديده. معلش لا يعني هو جوارديولا لا جربها قبل كده ونجحت معاه في ماتش اتلتيكو مش مدريد بطريقه دي. ماتش وماتش بس الانتر. مش كده برضه، لا، مش وماتش كده. انا حاسس ان جوارديولا عارف مش 5-4 عارف لما بقول لك لما توصل للتوب في اي حاجه النهايات لازم ترجع تاني للبدايه. حاسس ان جوارديولا وصل لفكره الشياط اللي هو بوكس تو بوكس وشمال ويمين. أيوة. هو بقى ايه لما باظ منه نرجع تاني للكلاسيك. يا عم انا هاخد حته من خالد. وابتدي اطور من نفسي يمكن اطلع بفكره جديده. يعني انا مثلا انت فاهم قصدي؟ اه هو فاهم. وصل أيوة. للتوب في ممكن الفكره. اقول لك بالظبط. انا وصلت للتوب ان انا بعرف اهاجم حلو قوي، تعالى انا هوريك ازاي تدافع بقى. يعني او تعمل تطور نفسك يا وتنشا عم. بتبقى جناح تبقى كذا تبقى انا هاخد كذا. حته من خالد. السيتي جه عليه وقت اللي هو يا عم هات الجون، هات الجون، انا زهقت. هو خلاص. يعني انت 5 لعيبه في قلب البوكس وعمالين يباظوا، يا عم شوط واخلص انا زهقت. كان بيعلمهم الواحد فيهم شوت. كانوا رايحين يعني لو واحد فيهم بقى شوت مثلا والله. يقول له انت شوت ليه، تعالى يقعدوا دكه الماتش اللي بعديه. انت بس في بتشوت حاجه برضو في نقطه ان دلوقتي جوارديولا بيلعب على المعطيات اللي الفريق عليها. أيوه. يعني انت بص اصلا يعني قبل كده في بس الكام اللي سنة عمل اللي احتياطه فاتوا، جديد برضه. ما هي دي النقطه بقى اللي انا قصدي عليها. يعني شوف كان معاه مين دي بقى ومش عارف وغيره كان معاه تيم بقاله فتره فعارف هو بيعمل ايه. لكن دلوقتي حاليا لا هو بيقول لك ما عندوش دي. وعايز نيو اقول لك بروجكت يعني. لا، هو عايز- زي عايز اقول لك ليفربول يعني انت نفس مثلا الفكره. احنا- دول جايبين صفقات كتير وبيولفوا على بعض. دول برضو جايبين صفقات كتير وبيولفوا هو من الاخر جوارديولا عارف تمامه دلوقتي ان في متوشه لا لا يا جماعه برضه في نقطة. يعني احنا دايما كنا بنقول على جوارديولا اي لعيب بيجي جديد لازم يخش سنة كده في المفروض بتاعت جوارديولا، فتخيل بقى انت جايب نص فرقة جديد فطبيعي ده ده. غير بقى الاتصاب وغيره. بس انا شايف ان جوارديولا دخلت اصلا طبيعه الفكره. جوارديولا لما بيدي اللعيب طريقه يلعب فيها اصلا يعني مالك يا جدعان جاب في دماغي، انا اسف والله. هو قال لك جاب نص فرقه جديد، انت عايز اقول نص فرقه سبايسي. بقول لك اول مره اشوف دوكو اصلا ماسك الكوره شبه العيل فرحان بيمرقص وبيعدي وبيشوط وبيعافي وبيعطى 120% او 150 مجهود. ليه بقى؟ اول مره من ساعه ما جه بيلعب براحته. جوارديولا قبل كده انت هتنزل تحت الشمال تعدي اسألك سؤال بالله عليك اللعيب عشان نفسه مش متحرك. مفيش استنى ناس بس ده. اسألك سؤال هنا. لو جريتش مكان دوكو في النيو ابديت بتاع جوارديولا كان نجح؟ لا كان زرقش كان انفجر. بس انت خد الكوره عشان بالعقل. ده اللي انا كان نفسي هو اشوفه ما ادوش بقى فرصته. بصراحة. محكوم وهو انا محكوم. قلت لا، انا قلت لا عشان هو ما ادوش فرصته. بس هو جريليتش ما بيلعبش على دوكو في دماغ جوارديولا. جوارديولا تحس ان هو مجبر لان على إن هو يعمل ده. جريليتش قائد في نفسه وعنده أيوة كاريزما. يا عم من أيام ولا أستون كاريزما. فيلا، ما أنا دوكو عارف. لا يعني ايه ودوكو جاي منين وجريتش جاي منين؟ هو الاعتماد كمان الفتره الجايه على دوكو. سؤال فودن يا جماعه، احنا ناسيين فودن بصراحه. اسطوري. الواد بقاله ماتشين 3 بيستعيد بس عارف احنا مش المستوى بتاعه اللي بنتكلم احنا على شفناه فودن من ليه؟ سنتين. احنا عارف انت خلاص انت عارف ان كل جواد كبوه ففودن وقع. انت لما رجع خلاص انت عارف ان فودن هينفجر. فاكر يلا. خلق يرسو فودن اللي هينفجر. فودن ينفجر. فهي كلنا عارفين ان هي الفكره ان انت عارف انت اللي هو الكلام بقى على فودن شيء بديهي. هو لكل كبوات لكل جواد كبوه زي ما كنا بنقول. انت بتبص ليه كده يا عم؟ خلي بالك انت وشك بيضحكني والله. اصل انت بتضحك على ايه؟ والله بجد. هو انت اديها امه. هو كل ما يشوفك يفتكر يا عروخو يا عروخو. اهو قلت لي برضه انا اسباني. انجز. فودن ينفجر زي ما كنا بنقول لكل جواد كبوه. فانت الكلام على فودن بقى بديهي. فكره ان انت فودن بص يا عم انت بتضحكني والله. يا عم انا ما ضحكتش هو والله. مش بيشكل بس فودن. لا ينتهي منك يا سيد. بعتها له ده على الجروب. يقول فضل الفجر. طب ايه بجد نادي الاحلام؟ بس الكاميرا مش باصص لك والله. صلى على النبي. طيب يا جماعه بص اقول لكم على حاجه حلوه ان شاء الله. يعني انا بفكر الحلقه دي يكون لها حلقه معينه للكواليس اللي في حتت كتير قوي هتتشال بالحلقه دي. تقريبا نور وخالد مش جايين مع بعض سكه. فريد احلام وفضل. بص انا هوريك حاجه. بص لبعض كده. اهو ده اللي احنا عايشين فيه بقالنا حبه حلوين. فوقفنا عند فاضل ينفجر وما تعرفش ايه اللي حصل. الدنيا باظت يعني. لا بس قبل والله
قبل ما نقفل بجد كنت بتكلم عن فكره ان فودن ينفجر في نقطه ان انت فودن كاداء، هو احنا عارفين ان فودن حاجه عظيمه فشخ، ففكره ان انت تقول لا فودن ادى او مش، لا هو كده كده فودن هيأدي، بس هو كان بقاله فتره فعلا المستوى داون جريد، بس انت السيتي كلها لو بصيت عليها كانت داون جريد. بس هو لعيب اندر ريتد عامه، هو اندر ريتد جدا. هو على فكره بص هم مش عايزين ينجموه، اللعيب ده لو واحد تاني لو بره السيتي ليفر في اي حته هو جوارديولا ما عندوش لعيب بيتعب. هيبقى ساكا في الارسنال، جوارديولا في الليفر كده. جوارديولا انا يعني في خلال متابعتي لجوارديولا هو ما عندوش غير اتنين تنجمه، ميسي ودلوقتي هالاند. انت دلوقتي هالاند هو فعلا اللي هالاند بينجمه. هو اللي اخد الكادر اوت. فاهم قصدي؟ لكن انت فودن، انا بتكلم في فودن لا هو ولا جامد جدا ولسه بيتطور اكتر، يعني معلش انت بتتكلم على لعيب ايه 25 ولا اقل كمان، ده ممكن يكون اقل. فانت الفكره ان انت فودن ليه كده تاني انت خلاص الدوري الاسباني والله الدوري الانجليزي بيضحك. نطلع بقى من الدوري الانجليزي ونطلع من فقرة فودن ونجم هالاند وجوارديولا والكلام ده، كان نروح لبرشلونه. انا برشلونه حاليا يعني للاسف احنا ما كناش نعرف نصور بعد كده، فبرشلونه حاليا بيلعب مش عارفين هو بيعمل ايه. فايه رايك ان النهارده او الجوله دي برشلونه والريال لعبوا ماتشين في الجوله عشان كان عندهم مؤجلات. بص والله هو انا شايف ده عادي طبيعي جدا، لان انت بيجي عليك زحمه ماتشات، وبالعكس انت كده بدأ بدري قوي، ان انت لسه كلنا عارفين ان بعد كده هيجي بقى موسم الشتاء والدبل جيم ويكس تبتدي وفي توقف وماتشات هتتاجل، فده بديهي ولازم تسيستم نفسك عليه. حتى هانز فليك طلع يتكلم قال لك ان احنا تقريبا في خلال 11 يوم لاعبين 4 ماتشات بمعدل اقل من 3 ماتشات لكل يوم. فهي الفكره في النقطه ديت زي ما بكلمك ان انت لازم تسيستم نفسك على الوضع دوت. فكره برشلونه اللي ما عندهاش دكه، بس انا ما عنديش اي قلق عشان كلمه واحده، هو هانز فليك عامل منظومه. اتكلم في نقطه اللي هو ايه، يمين يامال مصاب، كله قال لك الفرقه هتقع، ده انت يامال هو اللي بيصنع لك الخطوره، يامال هو اللي بياخد الكره ويدي لك الهجمه ويدي لك العرضيات بيشوط. طبعا لامين لعيب كبير يعني رغم سنه دوت هو لعيب ما شاء الله عليه دلوقتي كويس جدا، بس انت الفكره ان هانز فليك وصل لك مسج لا هي برشلونه ما بتقفش على حاجه. والله لامين يامال حتى لو حصل ايه بالذي عادي، عندنا راشفورد عندنا رافينيا والكلام دوت كمان، مش عشان احنا عندنا يعني بيج نيمز زي ما بيقولوا او اسماء كبيره، لا عادي. يعني انت لو لعيب اتاخر بيقعد دكه، عندك راشفورد اتاخر قعد دكه، رافينيا اتاخر قعد دكه، اللعيب اسمه بس راشفورد حلو قوي الفتره دي طبعا. كان ماتش لراشفورد كلمه السر في هانز فليك راشفورد اللي ما كانش عامل كده في اليونايتد، مش عشان امكانيات البيئه مختلفه. يعني بيئه برشلونه عن البيئه اليونايتد مختلفه، ده فريق جماهيري وده فريق جماهيري وده فريق كبير وده فريق كبير، بس البيئه نفسها البيئه مختلفه وفي مدرب على الخط هو سيستماتيك لاقصى درجه. انت انا هعلمك 1 2 عايز اشوف الواحد 2 دول في الملعب، ما عملتهمش هتقعد دكه. انت احسن حاجه في فليك فعلا. ايه احسن حاجه في فليك؟ فران توريس على سبيل المثال شايف فران توريس من احسن واحد في العالم بالظبط. كلمه السر هانز فليك. فران توريس ده اول ما جه برشلونه اول موسمين ليه كانوا هيمشوه خلاص. ده حقيقي كان هيمشي. فاكره حتى في السيتي رافينيا السيتي كان برضه لا حول ولا قوه الا بالله. فانا بكلمك في نقطه يعني هي كلمه السر. يا عم الراجل قال اف نضحك عليه يا عم ما نضحكش في ام الحلقه يعني تبقى حلقه نكد يعني يا ربي يا شباب هانز فليك هي كلمه السر زي ما بقول. مش عارف الصراحه انت مجنون انت بتتكلم انا ببص لك عادي، ما احنا طول الحلقه باصين لبعض. طب اصحى لنفسك بقى. ما انت هانز فليك كمان. هي هانز فليك هي اخر فتره لبرشلونه هي كلمه السر كلها في هانز فليك. هانز فليك مدرب جه خدك عارف انت بقى خلاك تطمح. يعني انت لو نفس الفرقه ديت ومفيش هانز فليك لا يا عم انا بس عايز انافس على الدوري واعمل اداء مشرف في الابطال، لكن انت هانز فليك جه نقل لك الدنيا خالص. فكره ان انت خلاك تطمح، لا انا عايز الابطال وعايز انافس وعايز العب، وان انت بيتقال عليك دلوقتي امتع فريق بيلعب كوره وبيتقال عليك اكتر فريق بيجيب اجوان. بس انا اسف يعني انا اسف، هو انا مش محتاج هانز فليك في برشلونه عشان اقول لك انا عايز دوري الابطال، مش محتاج هانز فليك في برشلونه عشان اقول لك انا عايز وصلت المرحله اللي هو يعني ايه ان نوصل للدور الثمانيه مثلا. ايوه انا معاك بس انا قصدي ان انت لو جبت اي مدرب في الحياه انت عارف التارجت بتاع برشلونه ان انت فريق اصلا المفروض انك طبيعي انك بتنافس على البطوله دي الكرياتيريا بقى. ايوه ماشي انا معاك في دي، بس انت دلوقتي اول كلمه بتقولها اول
مين اللي هياخد برشلونه. ايوه هو دي ما المرشح كانتش الأول موجوده يعني. بقى اصلا دي. ايوه بالظبط. وعايز اقول لك على حاجه، ده كابتن وائل جمعه في مره في الجوله اللي اتلعبت من دوري الابطال، كان كابتن وائل جمعه طلع بعد الجوله الاولى خلصت خلاص، قال له يعني ترشح مين يبقى في النهائي؟ حرفيا هو قال فرقتين فيهم لغط كتير قوي، بعيدا عن اي حاجه، يعني بعيدا عن انا بحب ارسنال مثلا، بس هو قال لك ارسنال في النهائي هي وباريس. ايه يا معلم انت في برشلونه لا بص انا عايز اتكلم في نقطه، هي دايما الابطال ما بتتقسم بالبدايات خالص. خالص. لو جينا أنا نقيس قصدي إن بالبدايات أنت يبقى باريس ما توقعت- خدش النهائي. يعني انا ممكن لا، انا دلوقتي بتكلم في حته ايه؟ انا دلوقتي لو قلت لك تتوقع مين في النهائي هتقول لي برشلونه، طبيعي جدا طبيعي جدا. أهو، عايش بص برشلونه جامده بس مشكلتها حاجه واحده. عارف الباك رايت بتاع الانتر اسمه ايه؟ ده فرايس لو في باك رايت برشلونه كده حرفيا ان هو بيشوف ده اوفسايد او بيسال اوفسايد السلام عليكم. انا عايش كده يعني مثلا سي جول الدبل كي لو فريم بونج مثلا واحد شبه روبرتسون فايقين مش فاكر. عايز والله فعلا الباك بتاع ريال مدريد اسمه الجديد ده كان جارسيا كاريكيس. لا لا، اسمه ايه ده؟ دان حسين بتاع بورنموث. لا ده السنتر باك ده، لا، وبيتكلم على الباك الشمال اسمه ايه؟ لسه جايبه الواد ده الحلقه اللي فاتت برضو منتجناه يا جماعه عشان الواد ده اسمه صعب قوي. اسمه ايه؟ لا ما هو مش ما بيلعب مكان فرانك ما جارسيا. علينا باك ليفت برشلونه. بتاع بنفيكا. بتاع بتاع بنفيكا اللي جاي من بنفيكا. هو مثلا ارنولد لو فايقين لو لعبوا برشلونه لا ما عايز تجيبش يقعدوا. سيره ارنولد، انا خلينا في الريال وقتها بس انا مش هو قصدي ما انا جاش. مش بتكلم على الريال، انا بقول لك كان لو عندك باكين مظبوطين فاهم. عايز يظبطوا برشلونه. الدفاع الاقتصادي المتقدم دوت ليه مميزاته وليه عيوبه. المشكله ان ايه ايه؟ انا شايف برضو ان بالدي وشايف ان كوندي برضه بيلعب اداء عشان كويس. اللي قدامه لا بص هو كوندي كوندي جامد جدا، أوي انما كده. بالدي تعبان بص بالدي خد منه هجوم ما تاخدش منه دفاع. لا يعني انت لو اتفرجت على الماتشات انت دايما اي وينج بيلعب مع بالدي بيسيب له الطرف وبيضمه له. ماشي انا معاك متفق معاك فيها، بس برضه ما هو ما بيعملش بقى العمق ده، يعني ما بيلعبش على الطرف لو ساكن لعب عليه اللي انت أحسن. على بالدي بص عملت هيقل منه. لا هيقل هيقل منه. منه. يا عم ده فرايس قل منه. اللي احنا فيه برشلونه اللي هي فيه ده انجاز لا هو بجد، ده انجاز. انا بالنسبه إن أنت لي ترجع على الساحة والله أول دي حوده. بص طبعا. انا بالنسبه لي زي ما بقول لك هو هانز فليك خلينا اطمع اخد الابطال عشان انا قادر اخدها بعيدا بقى، يعني مفيش فرقه كامله، هو كل فرقه فيها عيوب، بس انا بكلمك في نقطه ان انت رجعت زي ما انت قلت الكرياتيريا بتاعت ان برشلونه بعبع اوروبا. احنا وصلنا لدرجه، معلش انا اسف ان انا بقطعك، احنا وصلنا لدرجه اللي هو الفرقه بتقول لك انا عايز العب برشلونه. دلوقتي كده هات لي فريق في العالم مهما كان النجوم اللي فيه يقول لك انا عايز العب وحاجه برشلونه. ثانيه بقى وحاجه كمان المده الزمنيه اللي عمل فيها كده بالظبط ده دي معجزه، بقى- ده معجزه دي بقى والله. اللي غريبة. ومعلش هانز فليك اول ما جه قال لك ده بيضحك كبيره. بس انا عايز اقول حاجه مع احترامي للجميع، هو على قد ما تشافي كان عمل حاجات، يعني عمل ارقام سلبيه، بس هو اللي عمل المشروع، هو اللي عمل بص، السكواد، وجا هانز فليك اللي عرف يستخدم السكواد ده صح. ثواني لو اكلمك بقى على تشافي، معلش انا تشافي دوت انا بعشقه، انا تشافي دوت لحد النهارده معلش انا اسف هو فوق راسي. معلش انت تشافي جه في وقت، لا انا بقى انا عانيت الوقت ده. انت تعالى تشافي جه امتى؟ تشافي جه وانت مش عارف تجيب لعيبه، تشافي جه يا ريت جه على سكواد، ده انت جه على مين؟ استنى بس انا هقول ده انت جه. لا انا معلش انا عايز اقول لك على حاجه لو تشافي درب مانشستر يونايتد هاخدها ويهبط بصراحه. بس لا اصل الفكره مش في كده، انت طبيعه الدوري غير الدوري، وثانيا هو جاي انتحار في برشلونه، انت جاي بتدرب فرقه وينجها اليمين سيرجينيو ديست بيلعب بفرانكو تليجا راس حربه، بيلعب بقى وينج شمال اخو مشعب شاكور، وتعالى لي بقى ورا بيلعب ببوسكيتس بالانعاش بنفس الاكسجين. لا انا حافظ الفرقه ديت. بدري كان لسه طبعا جايبه، يعني بدري هو اللي كان ساترنا شاف نص الملعب، وكان بيلعب معاه كان بيلعب برده معاه ديونج كان ساعتها ملوش وبيقول لك جافي ما لحقش تشافي ديونج. يا عم طب استنى بس اكمل لك ديونج يا عم والله ارجع لك لديونج، والله ارجع لك لديونج. تعالى ارجع لخط الدفاع ورا بكيه، وبيلعب بالفنان اوسكار من جيزه عمرو نصوحي، وبيلعب بجوردي ألبا في الانعاش ورا والله، وبيلعب بكل دوت بالمسورات تير شتيجن الظاهره تعبان والله بجد. وتيجي بقى الحمد لله الظاهره على نعمه الانتر يا جدع. تيجي والله تيجي بره تلاقي بره مارتن تيجي بره تلاقي لا الناس اصل بتوع الرابطه والله انا محروق قوي من الفتره ديت. بره تلاقي تبديلاتك مين؟ لوك دي يونج ومارتن برايس وايت.
لا بس لوك ديونج كان حلو. يا عم ماشي، انا بكلمك في نقطه، مين بقى المدرب في العالم اللي كان هيجي يدرب لك الفريق ده كده؟ استحاله يا عم. تشافي جاي انت تشافي جاي بينتحر. طب صلى على النبي. على السلام. هانز فليك ماشي اللي بدأ بس كده. مين اللي كان بيلعب؟ مين اللي كان بيلعب في ايه على ايه؟ اقول بس الفرق بين خط الدفاع. لا خط الدفاع مين؟ اللي هو خط جايبه. الدفاع طب ما هو جاله لمسيه. نص ملعب لمسيه ما عدا برضه خط يعني. الهجوم خلي بس حاجه ليفاندوفسكي ده الباك بتاعتنا على جنب. ماشي لمسيه برضه. هنا بقى في حاجه اسمها جوده مدرب. الجفت من عند ربنا اللي المدرب. هانز فليك موهوب. انا فاهم بس انا برضه بكلمك في الوقت دوت مجتهد نفسه يبقى مدرب في الوقت. وبعدين شافي جاب منين اللي فيه هي يا جماعه في نقطه كمان. صح شافي الراجل جه يا جماعه. ايوه موهوب يا جماعه. الراجل جه معلش انا بتكلم موهوب والله. الراجل جه من اول شهرين ليه طلع لك برنارد كاسادو وكوبارسي وبالدي رجعوا تاني للصوره. كوبارسي جيرارد مارتين على الرغم من انه مش رافينيا ده اللي عجيب ده. يعني على الرغم من فران توريس. وعشان هو اللي بيخليني اقول ان راشفورد هينجح تحت هانز فليك في اي ظرف، ان هانز فليك حاطط عليه رهان شخصي، وهانز فليك ما بيخسرش رهان شخصيه. لو تفتكر رافينيا طلع قال لك رافينيا ده انا اكتر لعيب مجتهد شفته في حياتي هو رافينيا. هانز فليك اللي واخد سوسامه البايرن طلع قال لك انا اكتر لعيب مجتهد في التدريبات شفته في حياتي هو رافينيا. فحتى رافينيا لما خسر بالون دلوقتي اتقل مني وخدها مني يا عم وخدها عليا، رافينيا هيرجع بوش عارف انت كاسر. انا استغربت اصلا ان هو طلع الخامس في الدوري. وبعدين يا جدعان ما ينفعش نقارن الاثنين ببعض. وبعدين شافي كان جاي من خفافي جاي من الدوري يا عم انا بكلمك واحد جاي من جايب السداسيه. طب صلي على النبي صلي على النبي. انت هانز بس فليك في كان برضه هيجي يدرب بيفرق. الفريق اللي انا بقول لك عليه ده؟ هانز فليك كان ممكن يجي يدرب الفريق اللي هو فيه سيرجينيو ديستو ومش عارف تجيب لعيبه مين ومش اللي عارف. طلع اللعبه؟ لا ثواني هو جه وهو عارف ان هي عادي. يا جماعه هو موهوب. لا معلش برضه ما كويس صلى على النبي. بس في فرق يعني انت معلش هانز فليك تقنعني اللي هو كان ممكن يطلع مارتن برايس ويت الظاهره رونالدو يا باشا بس معلش عامل يعني ايه مع رافينيا؟ معلش برضه هو فليك ماشي بقى. بس طلع رافينيا من فران توريس الظاهر رونالدو. لا بس رافينيا كان جاي يا جماعه من دوري وراجل نجم وراجل بيلعب والانديه كلها بتعلق عليه عمل برضه. ايه بقى رافينيا شايف؟ يا عم انا مش بكلم جودة اللعيب خليه كان يطلع عامل من ازاي؟ حاجة يا بص جدعان، على ده النبي. بتكلم انا فيه. انتوا قطعتوني لسه بتكلم في نقطه. انت تشافي جاي خدك مثلا من تحت او من القاع رجعك الصوره. هانز فليك بقى خدك ماشي طلعك بقى البيك. تمام صح. يعني انت برضه في فرق مدربين انا معاك في دي. الفكره ان هم انا بكملوا بعض. بس انا بالنسبه لي يعني انا معلش انت لو جيت في الاول ده انتحار اللي تشافي عمله. لازم تشافي يتكرم قوي على اللي هو عمله. لكن انت ما ينفعش تيجي تقول لي بعد كل ده لا معلش. عجيبه. يعني انت بشويه متخلفين حرفيا بس تشافي كمان. طالع بيك رابع. انت معلش انت تشافي انت بتقول لي تشافي عمل ايه؟ تشافي ما لعبش كوره على البايرن ولعب كوره على لا الانتر. مش عامل ايه بقى اتكلم عن الفرق بين تشافي ما تفتحيش سيره الانتر ده يا عم. موهبة. انت كسبتني 3 عشان عارف انت هتقول ايه. شافي ممكن ده هيبدا عارف يا انت عم هتقول هي ايه. ماله ده؟ هو بينتدبك النهارده. مش بيلعب على شافي بيقول لك شافي هو يعني مدرب مجتهد. تاني موهوب قوي. هو موهوب من عند ربنا. يا عم ماشي انا والله معاك في كده بس انا بقول لك هي فرق مدربين حاجه بحاجه. بس الالمان كده حتى بس انا بكلمك هو تشافي لازم يتشكر لا، طبعا. لا، لحد أساسي. النهارده تشافي يعني لا. لا تشافي بصراحه حته اليونايتد بقى انا بقول لك فرق دوري غير دوري. وطبعا اللعيبه كسر في اليونايتد فما ما بضمنلكش نتيجه بصراحه خالص. ممكن يلعبك ماتش ويقع بعد كده ما مش عارف انت زي احنا قلنا دلوقتي ايه برشلونه في الوقت اللي بعد كوبا جابت مين؟ جابت تشافي. انا من رايي زي ما قلت لك برضه في حوار من الليج انا شايف انه يعني هي جت انت قصدك على كاريك في لا كاريك اليونايتد؟ ماشي انا ارشح كاريك يعني. بس انا بكلمك هي فعلا برضو حتى بقيه الدوري الانجليزي صعب. يعني انت الدوري الاسباني تلحق تلم نفسك فيه. تشافي لما لم نفسه فيه شويه طلعنا رابع. انا في حاله لو الدنيا خلاص بس فاكر الدوري الاسباني مش دوري صعب. لا بص هو دوري رسل على الكبار مش دوري صعب. يعني انت دوري هم صعب. مع بعض بيتهاوشون على موضوع صغير تحت اللي هو بقى من اول الخامس لحد ال20. لكن هو كله معروف مهما كان اسمك انت بتيجي قدام البرشا والريال. لو البرشا دي بيلعب فيها عواجيز انت بتيجي تكلح معروف. انا تمام معاك وده اللي انا قلته. انا قلت ان الشافي عمل كان يعني ارقامه مش ايجابيه قوي حلو كده. ولكن هو كان بيعمل سكواد وجا فليك ظبط وشكل بقى. شكل بقى هو ده بقى يتطور هنا ده يتطور هنا ده بالظبط كده. ده بنى وده دخل بقى محر وظهر أيوة. ومعجن وبتاع فاهم.
وقال لك كل واحد انت هتعمل ايه، وده كل واحد بس عرف مش إيه، عشان- وعرف يوظف كل واحد وياخد منه اقصى حاجه هو يقدر يعملها. بس عشان نقول بقى لا ما ده عشان عشان برضه شافي كان مرحله نلم بقى بالظبط، ده الدنيا أنا دي قصدي- ده أنا قصدي كلها، عليه. مش عشان هانز فليك ظهر دلوقتي نرمي حق تشافي. لا خالص، محدش يقدر لا، يقول كده. محدش محدش يعمل يقدر. كده. كده أصلاً. تشافي بص زي ما انت قلت يتشال على يعني الراس، انا بحب لان الراجل ده جه في اصعب فتره يعني وقال لك يا جدعان انا اللي هشيل كفايه الشيله، كفايه ويكفي لما هو جابوا فليك عشان يا يمشوه عم تشافي. بعد ما كانوا قالوا له خلاص تشافي انت اللي هتكمل. تشافي اول ما انه جه يمشي بالادب والاحترام ده. انت شفت تشافي اصلا، انا حكيت لك كان جاي مع لعيبه عامله ازاي، واول ما جه انا عمري ما هنسى الخطاب بتاعه دوت، يعني فانا فرحت جدا ساعتها. جه قال لك we are the best club in the world whatever they say. هو قال كده بالنص، قال لك احنا افضل نادي في العالم مهما يقولوا ومهما اللعيبه اللي موجوده. فانت متخيل الراجل ده، يعني الراجل ده انا شايف والله بجد، انا شايف تشافي ضحى بكاريره عشان برشلونه بجد. يعني تشافي لو كان خدها تدريجي كان ممكن يبقى في حته احسن، بس هو رمى كل ده ورا ظهره. قالوا برشلونه عايزاني، لا يا عم انا هاجي برشلونه على طول. يعني يوم لما هانز فليك جه برشلونه بعد اول انترفيو لهانز فليك على طول والاعلان وكده، تشافي راح قعد معاه وفهمه سياسه النادي وفهمته طبيعه النادي. دي لوحدها يعني حاجه. وخلي بالك يا سهلة. خالد، يعني هو هانز فليك ذكي في الحوار ده لسبب. هانز فليك مش ذكي جوه الملعب، هانز فليك ذكي كمان بره الملعب. انت شوف هانز فليك لما قعد مع تشافي عرف اعياد برشلونه امتى، عارف الجماهير بتنزل امتى، عارف الناس بتحتفل امتى، عارف المطاعم المشهوره. لو اتفرجت على في اول سنه ديت السنه اللي فاتت في الاول كده وتاخد بالك، كان دايما هانز فليك ينزل يصور مع الجماهير، يروح ياكل في المطاعم بتاعتهم، يقعد معاهم في الشارع، مش عارف يهيص في الاعياد يا بتاعتهم. حبيب قلبي عشان هو عارف ان هو اخد الفرقه من بعد تشافي نوعا ما النفسيه مش احسن حاجه، فانا عايز اخش معاك وانا عايز اعرف انت بتفكر ازاي، انا عايزك تكون داعم ليا. هو عايزه يدعمه اصلا، هو مش عايزه يحس ان انت هتيجي تكمل المسيره اللي تشافي كان عاملها، وان احنا بعد ما كنا بدانا احنا نكون فرقه وخدنا الدوري ونرجع تاني بالكيرف لتحت. فهو لا، انا عايز الجمهور. وعايز اقول لك على حاجه تانية، هانز فليك برضه ميسي. يعني هانز فليك احنا قعدنا نتكلم عليه بجد انا مش هخلص. هانز فليك كمان يعني اللي بيعجبني فيه ان هو لا انا بلعب كوره حلوه وبلعب كوره برشلونه. يعني انت لو اتفرجت في البايرن مش بيلعب كوره في البايرن، لا انا مش اللي هو بقى راجل الماني صارم او حتى في كاس العالم هدافع واعمل، لا انا هاجي في برشلونه وهلعب كوره برشلونه، هلعب الكوره اللي الجمهور بيحبها وحقق بيها انجازات. هو انا حاسه رجع ذكريات جوارديولا للجمهور كتير. طب انا بالنسبه لي معلش يعني ديت انا مش بتكلم على حاجه، بس انت معلش هو جوارديولا جه على فريق كان جاهز يا طب. تمام. يعني عكس هانز فليك تمام اللي جه رجع لك كورتك الجميله بكل اشكالها على فريق ضايع. فاهمني؟ يعني هو بجد هانز فليك لا فترة فليك اكيد اصعب من فترة. كنت قاعد بتناقش مع حد مش فاكر هو مين، قلت له انا شايف ان جيل برشلونه دلوقتي ده كلهم مظاليم. ده يتشكر والله. ايوه ده ليه مظاليم؟ وعارف انت المشجعين برشلونه كده قاعد مثلا بيتفرج، ده بيلعب مكان تشافي، ده بيلعب مكان ميسي. ما هو بص معظم جماهير برشلونه مش مديه اللعيبه دي حقها ان هو فعلا لعيب جامد. لا هو انت بتلعب مكان واحد، فانت مهما كنت جامد عمرك ما هتبقى زي ميسي. على كده هو بدري. لا وعايز اقول لك على حاجه، هي الناس هتفضل كده حتى يثبت العكس. عارف يعني ايه؟ يعني انت المقارنات دي هتفضل شغاله لحد ما انت تحقق انجاز كبير باللعيبه دي. يعني انت بدري هيقعد يقول لك مثلا ده شبه انيستا، لحد ما يجيب بالون دور يبقى بدري حاجه وانيستا حاجه. على فكره بدري مش شبه انيستا، انا بكلمك اللي بدري بيتقال ده مثلا مزيج ما بين انيستا او تشافي. يعني هو الوحيد اللي بيعرف يرمي الثرو الطولي او يلعب الكره الطوليه او بيعرف في نفس الوقت. اتفرج عليه الماتش الاخير في اخر 10 دقايق بدري ماسك الكوره حرفيا عمال يلف حوالين اللعيبه بجد. هو بيمسك الكوره نفس بص، هو حتى جافي وبدري هو قال لك انيستا وتشافي الجداد اول ما طلعوا. لا بس يعني سيبك بقى من طريقه اللعب بعد كده وان هم تشافي وانيستا كان ايه اللي هو انا هفنن وهندس بالظبط، وبتاع، وتشافي كان بتاع ايه انا اللي ايوه انا اللي لا هقطم انا اللي هدي البينيه. وتشافي كان دايما ده ابن لذينه. لا وتشافي كان دايما هو اللي لو تفتكر لو تفتكر تشافي آه. دايما هو كان يعني زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره الاسطى في نص الملعب. أيوة هو اللي بيحدد رتم الماتش كله للفرقتين. بدري بقى بيعمل الاثنين. بدري بيعمل الاثنين وبيدي الكرات الطوليه. تقدر تقول ان هو تطور لتشافي وانيستا. وعايز اقول لك انا الجيل الحالي بصراحه حلو من ده وطلع لنا بدري. انا الجيل الميزه الحالي دلوقتي في الموضوع ان احنا لما بنيجي نتكلم عن برشلونه ما بتلاقيش حاجه سلبيه بتتكلم عليها. يعني مثلا بقيه الفرق اللي اتكلمنا عليها من بدايه الحلقه لحد دلوقتي، في كل فرقه عندها نقطه سلبيه، في كل حاجه بيقع. فليك شاطر قوي، ما عندوش النقطه اللي تخلينا قاعدين احنا عارفين لو اللي بيخبي لا، نقط إحنا بيخبي نقط مشكلتها احنا بقى قاعدين بنتكلم في ايجابيات. النقطه دي لما بتظهر بتعورك.
دي مشكله في الاكزام، بيقولوا كده وقت الشاطر ب1000. لما انت بتغلط الغلطه بتبقى الغلطه، يعني طبعا ماتش الانتر عشان نخلص دي كانت توقع عصا الظهرين. خدتها من عكسين. بس عايز اقول لك على حاجه برضه، ماتش الانتر هو ما كانش وحش، كان لعب ماتش هو ما قوي كانش قوي. وحش، هو لعب على غلطات هو انزاجي ابن لذينه برضه لعب على غلطات هي مش- خد اكبر. بص محمود قالها، هو خد فرايس انزاجي خده كده في الاول، قال له وش شايف بالدي ده ما بيعرفش يلعب كوره اجري معاه، ورا منه، اجري بس هينو. ارمى. قال طب له بتاعك عينيا يا معلم. دي مشكلتكم، خلي بالك. انت عارف لو تلعب مثلا فرقه، يعني مثلا بص ارسنال مثلا سي مثلا، لو ساكا فايق مارتينيلي فاهم مش ايزي ماشي، وقفت اي حد في النص يبقى عطيهم كور يمين وشمال. انا عايز برضه بس لا بس انا والله ما بهزرش. بس انا بس انا بكلمك حقيقة. برضه في نقطه، هي انت ممكن حته شبه ديت انت تداويها بحته الاوفسايد تراب. ما تداويش اصلا. لا، ولكن تداوي انت فاهم، عادي. انت فاهم الفكره. انا فاهم انت قصدك ان فيها مساحات ورا. باكين حلوين عندك وبنجين بيغطوا عليهم. السلام عليكم. صلى على النبي. وانت صلى ليه الله عليه متضايق ان وسلم. احنا بنقول ان الباكين اللي عند عايز أقول لك برشلونه حاجة. لا، لا، واقعين؟ بس هم أنا واقعين يا عم والله ده بجد. حقيقه. من قديم الازل هي برشلونه ما بتعرفش تدافع، ومن قديم الازل احنا بنهاجم وبنفتح مساحات ورانا. انا مش بتكلم في النقطه دي. مين اللي بيقول وبكين يا عم كان بيبقى في مساحات وراهم والله. لا المساحات والله بس خيال. المساحه اللي وراهم. لا 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 بعد اذنك لا اتفضل. فالديز ده بيرتا فالديز لا يصلح ان يقف في مركز الشباب. الراجل ده كان بيطلع كلين شيت بسبب الدفاع. يا عم انا فاهم لو حد يفتكر يا عم انا فاكر كل ده والله. فالديز انت رايح فين انت؟ يا عم ماشي انا برضه انت بكلم. خلي بالك دي تاني مره امسك عليك واحده مدرب اعقل الكلمة. جبان. اعقل الكلمه قبل ما تقولها. انا اسف يا عم. هتوقفوا تاني، هتخليهم يقفوا دلوقتي. انت هتوقف تاني ايه بس انت لسه راسم دقه كده دخلها. ما انت بس هو جباولو. احلى حاجه السنه دي عندكم جارسيا الجول. دي صفقه الموسم. احنا ما دخلناش حراس ولا فارق قوي يا جدعان. ايه ده؟ لا وعارف انت إيه الحلاوة عارف دي؟ انت الورق كلح بمعنى كلح بقى حارس اللي هو ايه، عارف انت، لو عامل لك كده وعارف ازولك ورازيك لا نيكو مارتينيز. بجد والله. لا يعني وبيشيل بلاوي، خلي بالك ورا ايه؟ بيشيل بلاوي لا ورا. لا هو جامد قوي. رد فعل بتاعه بيصلح كل الغلطات بقى اللي بتحصل دي. ما حصل يعني بصراحة. كان تير شتيجن كل غلطه من المدافعين زي اروخو كده كان بيغطي عليها. ما فيش حد اسف، ما كانش في حد بيغطي عليها. كانت يعني اروخو يغلط يلا تير شتيجن عادي، يلا من الدنيا انا زربحين. فاكر تصريح ليمين يامال قال لك احنا عايزين نكسب زي ما عملت تيجي. لا مش الدرجه دي، مش عشان ده برضه كابتن الفريق مش هتلاقي راسك يعني. لا كان تصريح مش صريح، بس هو كان ضمن معنى يعني. التصريح كده. لو انا عايزين جون يا جدعان. بالظبط ازاي ومعنى تير شتيجن. تير شتيجن ما كانش كده في الاول. هو بص يا كريم، يعني هي انا مش عايز اتطرق النقطه ديت، بس مش عايز اتطرق النقطه ديت، بس هي الفكره. هو ده اللي عاجبني برضه في هاند فريك دلوقتي، اللي هو انت عندك جيل، عارف انت ايه، جيل عاش صدمات بما فيه الكفايه، فاللعيبه دي اصلا ثقتها في نفسها بقت في الارض، فانت لازم تفور كل ده. ايوه ده طبيعي. بامانه انت كان عندك اللي هم الحراس القديم. انا بالنسبه لي لسه بقى مين اللي قاعد منهم دلوقتي؟ اروخو، لان اروخو برضه لبس صدمات حلوه، فالمفروض ايه، يتكل على الله. بيع اروخو، عارف انت اللي هو ايه، بيع اروخو والله بجد. يعني احنا كنا بنعاني فعلا بالحوار دوت. كان عندك لعيبه عاشت شويه صدمات، فاللعيبه دي كانت لازم بقى تتفور عشان هي اللعيبه دي فقدت نفسها. انا بالنسبه لي كان اخر واحد فيهم في اللي هو بقى ايه، العجول القديمه زي ما كان بيتقال، او الابقار المقدسه، كان تير شتيجن. ده كان اخر واحد في البقرات المقدسه. كده السلام بقى عليك. الكوره، لكن انا بتكلم في نقطه ان تير شتيجن الناس جايه عليه ان هو ميسي، لا، اسوء هو حارس في التاريخ. لا هو أسوأ مش حارس حارس في سيء، بس هو في الفتره اللي برشلونه كان وحش. ايوه بص، طبيعي كان وحش. انت هو كان وحش باريس قوي. سان جيرمان زي ما كنا بنتكلم من شويه مثلا في ماتش استون فيلا. انت عندك ماتش انت مش عارف تعمل فيه حاجه، مش عارف ازاي تخترق الدفاعات دي وتعمل شغلك الهجومي، وكمان الفرقه دي بتضغط عليك وعامله عليك. هنا بقى دور الحارس، هنا الحارس شالك. لا انت برشلونه في عز ما هي واقعه والدنيا بايظه، الجون بتاعك بقى يعني عايز اقول لك غرفان. الصدمات ديت بتاثر. يعني كنت قاري مقاله في اتلتيك، بس مش فاكر مين اللي جاب يعني، كان فيما معناه بيقول لك ان الصدمات ديت بتفضل عايشه مع اللعيب مدى حياته، وبيقول لك على المدى القريب بتخليه مش شايف. يعني انت، والكلام ده اكبر خير مثال عليه ماتش الليفر. انت لو اتفرجت على ماتش الليفر، انت قبلها كنت ملسوع من روما في المونتادا، جوردي ألبا دخل بين الشوطين، انت كسبان لسه فرق واحد يا عم، تخش تجيب جول خلصت، هتهدي كل العبط ده. لا جوردي ألبا دخل بين الشوطين، لو انت اتفرجت على الدوكيومنتري، جوردي ألبا دخل قعد يعيط حرفيا في الماتش، واللعيبه اتعاركت مع بعضها. ميسي اصلا هو احنا جامدين بس يا حسرة ايه مش الليفر جامد.
كنت فين من 30 سنه انت؟ خليش بقى يا عم 30 سنه يا عم، لما تدي حاجه اعقلوا الكلمه، النضاره اعقلوا الكلمه. اعقل يقول لك الكلمه. من 30 سنه، انت كنت فين من 30 سنه انت؟ انا كنت واخد ابطال يا عم ساعه انت نفسك انت خلاص يا عم كاتالونيا. الله بعد ما ريفيرتو ريفالدو كان بيعانوا. طيب عشان دلوقتي بس يا كوكا بقى بدأ يتضايق عشان ديرس. هو بقى انا المره دي مغفله ازاي؟ المره دي ملبسه مايك فهو بيحاول يوطي صوته اكتر ويقول لي بقى مش عارف صوتك طالع. نتكلم بقى في 30 سنه بقى. لو جبناه من 30 سنه الحلقه هتضرب كده. طيب دلوقتي الميزه بقى في الريال الاخر ماتشين دول ان فينيسيوس بيلعب اساسي. لا تشابي الونسو يا جماعه، هو مالهاش علاقه بفينيسيوس بيلعب اساسي. مش اساسي. تشافي الونسو. هو لا هو ما هو فينيسيوس بيلعب اساسي ليه؟ عشان حاسس ان مركزه في خطر بسبب تشابي الونسو. لا تشافي الونسو اللي حس ان هو اللي في خطر، مع احترامي ليك. بالظبط اسمع راي كده. محمود عيد عشان انا شايف كده. هو كان في الاول عايز يعني ايه يهدي فينيسيوس، اللي هو اهدى وعايزك تهدى، وعايز اراضي رودريجو عشان ما يمشيش، وعايز اظبط الدنيا، مش عايز ازعل امبابي عشان هو خلاص سيطر وبقى هو النجم. فانا الدنيا طب اعمل ايه؟ حاجه على فينيسيوس بحجه ان هو عصبي وبيتنرفز والجماهير ومش عارفه ايه، فهديه هتقعد على الدكه. لقيت نفسي اروح في 60 داهيه. لا يا عم لعبوا بقى ادينا ريال مدريد عمال يكسب وهتبقى قصه حزينه علينا. لا يا عم مالهاش علاقه. لا والله انا شايف لا بجد انا شايف لا عايز عايز رايك رأيك في الموضوع جدا ده. ان هو انا برضو كانت نفس فكرتي كده ان هو بيحاول يلحق نفسه على الونسو. هو الونسو بص في الاول خالص حصل ان هو دخل الجبهه، بس انا مش هينفع ابحها عند امبابي عشان ده لسه جاي اصلا عمالين مشكله، فخلي امبابي زي ما هو. وفينيسيوس اصلا تحس هو من ساعه ما جاي امبابي في مش انا اللي مش انا اصلا. طبعا البالون دور السنه اللي فاتت برضه اثرت جامد فيه هو. اثرت فيه. فده كان سهل انت تيجي عليه وتداويه. يعني اصلا جنب هنا شويه بالك يا عم تنزل رودريجو اللي هو عليه كلام اللي بقى عايزه، لا السيتي عايزه ينزل يلعب انت لحد ما يخلص ما دام مشكله على الدكه. بالك يا عم فينيسيوس مزعلك. طب انزل العب شويه تعالى لحد ما لقى نفسه هو ايه بقى؟ الدنيا تبوظ منه. انزل على النص. هو برضه صايع، يعني هو صايع في نفس الوقت بيبتدي عايز يحط لمساته. خلي بالك انت عندك اسمه بتاع نص الملعب شاومين. انا كان بالنسبه لي ما بيلعبش كوره دلوقتي، لا بيلعب كوره ستروير. هو بيلعب ستروير. انا بدات بقى ده الفرق بقى بين تشافي الونسو ومورينيو. انت فاهم؟ ده مش فاضي، ده معلم. هو بيحب يلعب 3-5-2. دي اللي انا برتاح فيها. بس مش جايه مع الفرقه دي. العب 4-3-3 مش جاي 4-3-3 العب 4-4-2 اجرب. هنا ده المدرب بقى اللي عنده افكار كتير. لا بس اجرب لحد ما اوصل لايه للحاجه اللي انا عايزها ترضيني. شابي بيجرب، شابي الونسو بيجرب. انا بقول لك انما امورين مفيش. بص على الابيض امورين يا جماعه. الونسو اتضرب تحت مين ولعب معنا. ضرب تحت جوارديولا. خلي بالك هو عنده هيستوري في دماغه. هو بايرن ميونخ وريال مدريد وليفربول وضرب ناس لعيبه وعنده خبرات اصلا كلاعب قبل ما يكون مدرب وازاي يزوق. والله ما بهزرش. لكن امورين فاضي. ما ينفعش تقارن ده بده. ده خبرات لوحدها بشهادات امورين في التاريخ. انا اقتنعت يعني بعد الماتش الاخير بتاع تشيلسي ده انا اقتنعت ان فعلا امورين فاضي. ما فيش خالص. برضه انا ممكن ابقى معاك في الحته دي. كانت مش كل الناس في بالك اللي بيبقى لعيب كويس وعنده خبرات بيبقى مدرب ناجح. انت هيكون عندك البويسنز بتاع كويس يودع عندك بس كويس. اللي جابوا التاني اسمه هادي كنارياس تقريبا. بيشرب ليمون نعناع ورا كده ما تشيلوش بالك. فجاه كده راح طالع ضارب واحد الطرد اطلع بره. بوظت لي الخطه الله يخرب بس ممتع. الولا ممتع. ايوه لا ما بقول هو 10 على 100 انا زهقت. فجاه كده تلاقي الولد من نفسه فاهم. في حد قال له اعوذ بالله مش درجه ده دي بس طرد في ايه يا ابني؟ عايز يعدي رابع يا ابني الله يبارك لك. شبه الفيديو بتاع العيال اللي هو بتاع حاسس عايز اتخانق. عركه. بالظبط. غير كل ده هو خالي بقى عندك ميليتاو برضه من الناس اللي بيفكروا ده جاي من ابو سليمان. ده ما بيلعبش كوره بالنسبه له. عنده اصابات ميليتاو اخد الماتش اللي فات على ريت 8 مش عارف كام. لا هو كمان الفكره وجاب جول وشايط والدنيا حلوه. طيب يا جماعه معلش على القطعه بس من ساعه ما فودن انفجر والحلقه دي فيها حاجه
فريق الاحلام. وحتى بص الاماكن اتغيرت عموما بقى الاماكن اتغيرت وليها سبب واضح وصريح وقلناه في الحلقه حلو كده. بس خلينا بقى يعني ايه ناخد اراء كده في المجمل. تشافي الونسو هو هيعمل حاجه واو مع ريال ولا هيبقى العادي؟ هو هيبقى فريق الماني بحت شبه ليفربول سيستماتيك هيبقى فريق يعني بيحقق نتائج بس مش ممتع للعين. وامتى الريال بيكون ممتع للعين؟ لا عامة يعني عامة فريق خلاص يعني ايه 1 2 3 عارف هو هيكسب بطريقه فلانيه بس في افكار لمسات اللعيبه في بوتنشال اللعيبه اكتر عكس السنين اللي فاتت. مظبوط فاهمك. مفتوحه على البحر. انشيلوتي دي الكوره لتوني كروس او مودريتش هيوصلها لاي حد قدام دخل جول. يعني الفيديو ايوه الفيديو ده الله ينور عليك. 1 2 الفيديو 3 ده يا جدعان كل ما اتفرج عليه بالظبط اعرف قد ان الكوره بسيطه والناس بقى يعني مع احترامي طبعا للناس دي اللي هي بتقعد بقى تحلل التكتيك بقى اللي هو يقول لك فاكتس وحاكتس بقى اللي هي مش عارفه ايه واللي مش عارف جيل ربين. لا الثانيه قال لك 1 2 3 جول. دي مش الكوره بس الكوره هي دي هي هي المتعه الكوره اللي البساطة، العرض الحلوه مش الفنتايه والشوطه هي دي الكوره. خلي بالك مهما كانت خطه حلوه مهما كانت جامده اللعيب ذات نفسه هو اللي هيوقع بالظبط. يعني في عز ما انت لو لعيب برشلونه وحش هينفذ واقعه وبايظه تلاقي بيدري عملها كفتين ثلاثه كده والحمد لله الاول يعني ماشي. يمكن انشيلوتي وكده مودريتش شويه بص اللونج باص دي بص دي لو كروس توني كروس ده امر مفاجئ منه. كروس هو حلبه كده كده خلاص هو الراجل قاعد على ركبه مش شايلاني. في حاجه بس هو دلوقتي برشلونه دلوقتي احنا لا خلاص لا مش هيقدر دي لا ثواني قصدي ايه يعني بس اللي يزعلك ان مفيش ان هو لسه في البدايات هو لسه ما خدوش اي بطوله يعني ما يعتبرش ايه يعني قصدي ان مفيش بطوله اللي هو الاستمراريه بعد كده نفس الكلام شافي الونسو راح فين يا معلم؟ مستوش والله. انت كريم نفس الكلام الونسو المايك مش انتوا هتضحكوا جدا في الحلقه دي والله بجد هتضحكوا قوي في الحلقه دي. فهي المنافسه بين شافي الونسو وهانز فليك شايفين ايه يعني؟ ما فيش ثالث ما بقاش فيه ثالث ولا رابع يا جماعه دوري بقى. لا سيبك بقى دوري يا عم هو طول عمره توم وجيري. لا بس برضه كان في شويه فالنسيا شويه خلاص بقى واحد زعلان على اشبيليه شويه العلامه هينقذهم العلامه هينقذهم يا باشا. مش عارف ايه العلامه فيا ريال اتلتيكو مدريد بس لا بقى يعني دوري مول. بص انا شايف حته ان انت ايه تقول برشلونه الريال ده هيبقى تحيز بصراحه على حته ان انت تقول مثلا مين اللي هياخد الدوري او المنافسه رايحه جايه منين. بص هو كده كده تشابي الونسو هينافس يعني عشان برضه نبقى صراحه بس انا بالنسبه لي لا شايف الدوري ولا يحددها الكلاسيكو. لا انا شايف الدوري هو الكلاسيكو فعلا هيفرق جدا. طب انا هسألكم سؤال يا جماعه برضه ايه شايفين ان اللي عمله هانز فليك السنه اللي فاتت في الريال والاربعات والكلام ده هيقدر يعمله على تشابي الونسو؟ لا صعب شايفها صعبه لا اقول لك انا ليه؟ لا هو انا عندي سبب. ثانيه واحده بس نسمع الاراء. هيزود اول ماتش هيزعل. انا ممكن الماتش 5 الجاي 5-6 لبرشلونه على لا بص انا على حسب الماتش على حسب انا بقول كمان اول ماتش لا على حسب الماتش في نقطه ايه اول ماتش ده اول ممكن ماتش بعد كده الريال هترجع تاني بس اول ماتش. طب انا عندي عايز تقول مثلا سبب زي مورينيو وجوارديولا لما مورينيو مسك في الاول واخد الخمسه بعد كده بقى في طلعوا الكاس مش عارف ياخد منه سوبر. تشافي الونسو مش هيبقى متوقع هانز فليك خالص مش هيبقى متوقعه خالص. ما انا عندي سبب واقول لك انا ليه قلت لا عموما بقى. اقول لك اولا تشابي الونسو مش هيلعب بطريقه ان انا هلعب معاك اللعب المفتوح علشان ما احطش هو عليا ده اللي هيخسره ويشيله الست. حلو دي حاجه. عارف ايه هيعمل ايه؟ هو هينزل مش عايز اشيل 4 مش عايز جوارديولا اشيل 5 فانا هدافع وهعمل ومش عارف ايه لا. وهيقابل بقى المكان اللي مش لاقي حد انا يلمه بشجع ده. الريال خلي بالك يا صاحبي انا مش بس انا بقول لك الونسو لحد دلوقتي هو مسيطر على خطته بس مش مسيطر على اللعيبه. انا مش قصدي ان هو ينزل يدافع مركز باص انا مش قصدي كده. قصدي ان انت هتنزل مش هتلعب بالطريقه اللي انت فاتح بيها الدنيا خالص قدام برشلونه هتعمل له حساب لان كده كده برشلونه لازم تعمل له حساب لازم تعمل له حساب ايا كان انت مين لازم تعمل له حساب برشلونه في الفتره الحاليه. حلو دي حاجه. تاني حاجه الكاركتر بتاع تشافي الونسو مش اللي يخليه ياخد 5 سنين. ما دي حاجه.
تاني حاجه هو ما كانش بيعتمد هياخدهم غصب عنه غصب عنه. من غير ما يحس. مش والله مش بهزر. انا نفسي بالعكس، خلي بالك، انا نفسي يعني ريال مدريد في برشلونه 12-0 ان شاء الله. بس على المعطيات في ارض الواقع. لا مش قصدي والله. لا والله. بس انا بقول لك على ارض الواقع، لا برشلونه امتع للعيب. انا راجل بتكلم بحق بدون بقى اي حاجه. برشلونه امتع انا للعيب. معاك. النقطه الثالثه برضه عايز اتكلم فيها، ان انشيلوتي نفسه اللي كان بيدي المساحه دي لفليك انه يجيب السكور ده من الاخر. انشيلوتي كان عنيد، انا انشيلوتي ومعايا فريق كتيره وفرقه جامده وبتاع، هنزل اكسب. حلو. فليك كان بيعمل حركه ذكيه فشخ. يعمل ايه بقى؟ انشيلوتي انت بتجري، قال له قال له طبعا حبيب قلبي انا هدافع من قدام، وعكس طريقه برشلونه اصلا. برشلونه ما كانش بيدافع الدفاع المتقدم ده، فكان بيعمل الايه؟ الاوفسايد تراب. وبسم الله ما شاء الله انشيلوتي كان بيبلعه. فاكر اخر ماتش كريم كنت عند 7 اوفسايد على كيليان امبابي لوحده. الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. طب انت يا ابني يعني انت ايه؟ طب ايه؟ فاكر؟ ايوه فاكر الماتش ده؟ لا تعبت ايه ده؟ انا بتكلم على ماتش برشلونه. انا فاهم قصدك. والريال مدريد. انا كنت بالطو بس في حاجه اللي اصبر هيفرق ظبطه برضه، واحده. اللي هيفرق ما بينهم الاثنين هي الحاله البدنيه للعيبه. برشلونه بتدور كوره اكتر من بتدور برضه مدريد بتدور لعيبه اكتر من بتدور كوره. يعني مدريد بتجري نفسها اكتر من الكوره. برشلونه لا، روح انت كده الكوره جايه ورا منك. هي بقى بص، واللي انا شايفه لا، ان في شغل بيعمله تشابي الونسو. يعني حتى كان في ماتش هو وليفنتي ولا كان بتاع اسبانيول ماتش أربعة. كسبوا 4 امبارح ليفنت. لو تلاحظ ان هو كان الكوره مطلوب ان هو ان فينيسيوس ياخد الكوره، هو شايف طبعا ان المدافعين يروحوا على فينيسيوس، فهو بيفضي المساحه اللي من ورا. ويمكن امبابي بينزل يفضي، يعني ايه زي انه فينيسيوس بيسحب اللعيبه، امبابي بيسحب 3، بيفضي المساحه. نفس الكلام، يروح مباصي الكوره، بيروح ايه شويه. اول مره ما جاتش، ثاني مره ما جاتش، ثالث مره برضه كان يتكلموا عليه حتى في الوقت اللي هو كان وقت الراحه في كده اللي هو بريك، ووتر بريك ووتر بريك. واتكلم معاهم في النقطه ديت. لا شوف، يعني فضل اللي يعملها يلعب على النقطه ديت لحد ما مش عند كاسات، مش عند بتوع برشلونه. العيال بتاعت برشلونه بيلعبوا بفكرهم عالي قوي. انا بتكلم عن من اول إن في دفاع كلام واضح لحد الهجوم. إن في حاجه اه والله بيعملها بجد، لا بجد، لا، في حاجة بصمة واضحة. وكوندي صعب ان انت تلعب عليه. كوندي ما بقولش غلس. ان ده هيعمل كده مع برشلونه، انا بتكلم على شابي الونسو بشكل عام. انا كان نفسي يتعمل فيهم والله، بس بلاش تفهمني غلط. فاهم، أنا فاهم. بس أنا شايف ان في بصمه هو بيعملها هو حاططها. اه والله، بس للاسف لا، برشلونه ده كده برشلونه امتع، والريال مدريد سكواد، يعني هو مجموعه. بس ده الفرق بين برشلونه والريال. تعالى بقى يعني ننهي بقى الحلقه دي، بس قبل ما ننهيها عايزين نقول يعني الدوري الايطالي. الدوري الايطالي والجوله اللي اتلعبت دي، والانتر يعني كويس. لا عارف، هو ماتش ايكس بس ببرود الدوري الايطالي. هو الانتر نزل 2-0 2-1 اسف ساسولو كده في الايه، في المستريح منه. دي ماركو يعني ابتدى ايه يرجع لحبه من الموسم اللي فات، حبه يعني ايه، ادانا ايه نطفه كده عشان حاجه من على طرف المعلقه، اللي هو جاي بصوا يا جماعه يعني احنا لسه في التلاتات بتاع الموسم اللي فات، بس ايه يعني ادونا شويه كمان والله، عشان احنا لسه تعبانين من الموسم. مش هتاخدوا مفيش الدوري. حد هياخد الدوري طول ما كنت بيدرب نابولي. عشان بس ما انا على فكره انا انت عارف انا بشجع الانتر ازاي. ولا هتاخد الابطال. السنه اللي فاتت من اول الموسم كنت عامل حلقه توقعات والناس ممكن ترجع تتفرج عليها. قلت طالما كنت بيدرب في الدوري الايطالي خلاص الدوري ملوش طعم، هو ابن لذينه بارد. لا وكمان يعني كمان الموسم اللي فات كان كده هياخد الدوري، ده بيلعب في الدوري بس، ولا بيلعب تشامبيونز ليج ولا بيلعب، فانت عايزه بعد كل ده ناخد الدوري؟ هتصعد نهائي الشامبيونز. ده احنا ان احنا ننافس معاه نوصل اللي هو اخر ما كنا داخلين في احتمال ماتش فيصلي. دي كانت يعني يا راجل دي مش متوقعه، دي حاجه كانت توقع نتيجه خروجك من الشامبيونز بقى الشامبيونز السنه دي 6 ولا 7 ان شاء الله يعني لا بجد بدون مقاطعه ان شاء الله. انا كده من الثمانيه اللي هم هيتاهلوا مباشره. ماشي، وبعد كده ما تاخدش بطوله. بعد كده بقى يحلها ربنا، انا هلاعب مين فاهم، هخبط في مين اول ماتشين، هي دي اللي هتفرق معايا فاهم. هلاعب برشلونه هرزعهم تاني عادي، ترزعنا تاني قدها بس يا عم بقى كل مره بناخدوها على العين، بس مش عايزين نقاطع. ارجع اقول لك تاني، الانتر قد اي فرقه في اوروبا ويعرف يعمل عليهم الجيم اللي هو عايزه
طول ما هو بيلعب باسلوبه هو، اسلوب فعلا انتر فعلا ما هو كسب ينصبش برشلونة كده. لاسلوب الفرقه اللي بتلعبك. الانتر لما بيعمل كده بيحط على اي حد، مش عشان انا بشجعه ومش عشان انا بحبه، هي الفرقه الموجوده دي تعرف تعمل كده كويس قوي. بص الفرقه بتاعتنا دي يا جدعان والله العظيم ثلاثه مظلومه جدا، مظلومه مش واخده حقها خالص. يمكن خدت حقها في اول الموسم اللي فات لما لعبنا السيتي، لما جوارديولا راح قال بالهنت قال لك الفرقه دي انا مش عارف اكسبهم ازاي. ابتدت الناس تقول ايه ده؟ ايه ده؟ هو في دوري ايطالي هو الانتر مش عارف فعلا؟ حد جنب فاهم ايه؟ ما لعبش حد جنب برشلونه بالعكس كده. انت اول ماتش لعبت انت يا عم هو مش طريقه بطوله. مش قصدي طريق البطوله كان سهل عليك. زاويه جلوري ده انت لعبت ماتش واحد على الانتر اول ماتش كده والعوده لعبته بجد. واديك جزء عند الصابرين. وبعدين ده لولا السمر كنا مش كانوا ولا قصدي 10. مش قصدي باشا يعني ما تقوليش لولا سمر. لسه هتقول لي جايب انت تاني انا جاي بقول لك ايه، لا بقول لك عشان بس انت زي الفل أيوة، عشان ايه هبقى اكلمك في حوار برشلونه بعدين يقول لي نفس الكلمه الحلقه الجايه الجايه. يقول لي اصل سمر هو اللي انقذه. ايوه ما انا جايبه عشان ينقذني يا حبيبي ولا مش كده. خش على الميلان خش على استنى لا مؤاخذه تهويشه. بص انا طبعا يعني الميلان. اكيد عارفين إن ما سيكا بحبش لما الميلان. ربي انا ما بحبش الميلان خالص، بس الميلان حلو قوي. ايه ده؟ القرف بص ده هو واحسن ميركاتو في ايطاليا. جد ايه مودريتش القرف ده؟ مولع حلوين قوي ولاد اللذينه. احسن ميركاتو في ايطاليا. جد مودريتش مولع الدنيا. مودريتش مولع الدنيا. وبوليسيتش دول رزعوا كابتن- اودونيزي 3 كابتن رزعوهم 3 مع انهم اول ماتش خسروا تقريبا صح. ايه ده؟ والدهن في العتاقي مودريتش. شفت مودريتش ولا تحس ان هو في العشرينات من الاول؟ مودريتش ده مش بس طبيعي. بيلعبوا 150 دقيقه. أنا لسه كنت هقول لك بيعملوا زي الزمالك مع عبد الله السعيد، يعني بيلعبوه 90 دقيقه يقولوا انا هموت او عارف يعني هو ايه هطلعك بعكازات. بص انا جايبك سنتين هفرمك مش هسيبك. عندك 40 بقى 50 عادي. السمنه البلدي مودريتش ده برضه يعني حاجه كده من حاجه من الزمن خلال الجميل. الخير. يعني انت شايف ان نابولي هتعمل حاجه؟ بص يا نابولي بص يا لسه بدري. الرباعي اللي هو معروف. فرق نقطتين خلي بالك من اليوفي والنابولي. يا جدعان واليوف يا جدعان ايوه ما دي هو بقى الرباعي. دي بقى ايه السابوله ان شاء الله. هم الاربعه. الراجل ده يا جماعه بيشجع يوفنتوس. الناس بقى اللي بتحب يوفنتوس اسمع بقى رايه بس كده في يعني يوفنتوس. انت ختمناها الحلقه بيوفنتوس بقى. نختم بقى عندك. نختم عندك بما انك بيوفنتوس. بقى ايه ضيف الحلقه الكريم بس حلو بقى كده الراجل اللي دخل من انت جايبها من تحت انت جايبها من ورا الكاميرا. فايه رايك بقى؟ بس قبل ما تتكلم على اي حاجه اسف قطع كلامك بقول لك ايه ما تبعت يلدز لف لا انسى بالله عليك. هو يلدز. يلدز ده يا يلدز. سلام. بس كمل. ميدن تركيا الله وصى عليه. اه هو امتى حاجه في السنه دي في اليوفي يلدز. مظبوط يعني فعلا. انت عايزه امتى هتلاقيه. يعني شوف انت عايز الساعه كام والجون ولا اي حاجه ولا هو وبلاوفيتش يعني لما يجي له الحاله بجد والله. فالوفيتش ده آه، لا الواد فالوفيتش ده مستفز يا جماعه. الواد ده لعيب قوي سترايكر. وحلو قوي سترايكر. وتسعة ابن خلي لذينة. بالك كانوا هيمشوه وقال لك انا هرد في الملعب. الميزة هو برضه رخم زي ما بقول فاهم اللي هو ايه. لا انا جاي معايا العب هلعب. النهارده بقى والله مش جاي معايا. عارف خلاص. هو احلى حاجه زهقان. في اليوفي مفيش نجم. لا يعني اليوفي ومش عارف ايه هو النجم. مفيش نجم. اليوفي هو النجم. هو النجم مفيش كلها عادي. يعني امتع واحد فيهم مثلا من تركيا مش اردا جولر بس يلدز. طب عشان ننهي الجدل بقى ده دلوقتي خالد قال لك محدش هياخد الدوري غير نابولي. حلو كده. هل المنافسه في النابولي انا بس عندي السنه دي ممكن السنة دي الاربع ممكن. فرق النهارده حلوين لا قوي. السنه دي ممكن ليه بقى؟ السنه اللي فاتت كانت منتهى الجدال لان كان زي ما بقول لك كونتي كان بيلعب في الدوري بس. انما السنه دي لا هو بيلعب تشامبيونز ليج وعنده طموحات انا عايز اادي في الشامبيونز ليج وبتاع. فالتشامبيونز ليج ممكن ايه يخطف له ماتشين 3 في الدوري. يعني الانتر او ميلان او يوفي يقدر يخطف له ماتش او ماتشين كده ايه كنت يقع فيهم. انا برضه هيفرقوا قوي في دول. حته ايه ان الاربع فرق الكبار فايقين. الاربع فرق حلوين قوي سواء انتر او ميلان او نابولي او بس انت ما مدعمش السنه دي. لا ما حدش واخد باله من روما خلي بالك. انا معاك بس انا ما بتكلم في اعتقدش ان هم يقدروا ينافسوا. انا بتكلم على المنافسه. هم حلوين بس مش هيقدروا ينافسوا حتى على ان هم ينافسوا على التوب فور اصلا صعب. ونيسو كسبان. انا بتكلم على المنافسه نفسها على الدوري رايح لفين. فانا شايف ان الاربعه دول ممكن الدوري يروح لحد فين من الاربعه. هو تمام حلو لحد دلوقتي. يعني على فكره بص ان الفرق بين الاول اصلا والسادس 4 نقط. شوف انت بتتكلم في الاول بس احنا لسه في بدايه أيوة، الدوري. بس فرق. انا بنتكلم على نهايه الدوري. يعني مشوار الدوري ده مشوار طويل. نابولي يوفنتوس بالظبط. انا شايف ان الاربع فرق دول فايقين قوي. لا فايقين والاربعه داخلين. احنا الاربعه فوكس على الدوري. يا جماعه ما تنسوش حاجه واحده برضه كنت معاه اهم سلاح عنده وكاكو ابن حبيبي.
لا والله. سبحان الله، وكونتي أيوة، ولوكاكو بقول دول لك. ثنائيه. انت بتقول لي لوكاكو يعني مين؟ فاهم بس ليه؟ هو مع لوكاكو بعض في اي كده. وقت مع كونتي ممكن تلاقيه بيجيب لك على 70 هو جول بيروح يعني. اي هو فرقه. كونتي على فكره بتاع طب دوري السنه واحد. اللي فاتت كان حلو. يعني انت لو تفتكر توخيل كان بيعايره بيقول لك انت عايز تروح تلعب عند ابوك عشان هو التاني بيقعد يقول لهم كنت ده ابويا. والله لا باظت. هم ثنائيه كده، فاهم اللي هي ما تفهمهاش هو في ايه. هو الواد لوكاكو ده اصلا كونتي فين يروح يبدا ينفجر، يطلع من عند كونتي تحس انه مات. هو بس هو وعمري ما هنساله ماتش النهائي بتاعت السيتي منه لله. حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. الكوره كانت جوه الجول طلعها. هو التوقعات مش دلوقتي اللي هو لسه الدوري لسه بدري جدا. وهي على فكره الميزه بقى والاتوقع برضه اتمنى بين سبورت ان هي تاخد طبعا ده كلنا من السنه. كريم من ابو قير يناشد الحاج ناصر الخليفه الله يبارك لك. بص دي كفايه. يعني الدوري الايطالي يا جدعان بجد، لا يعني حرام حرام المتعه بجد. دي. نقعد نلف لا 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 عشان نتفرج على الماتش. المنافسه بين الاربعه تبقى يعني فرقه فايقه. لحد ايه بقى، شوف الجوله الكام هتفضل مستمره جامد يعني. لا وكمان يا كريم انا بكمل على كلامك. انت لما تيجي تتكلم بقى يعني ما احنا كنا بنتكلم على الدوري الاسباني من شويه، قلنا ايه؟ قلنا هو ريال وبرشلونه والباقي على الله ان شاء الله يعني بيتعافروا على اللي لا ورا. الدوري الايطالي مفيش لا الكلام انت ده، الدوري مفيش. الايطالي تعالى بقى امسك. ده انت بقول لك ماتش ساسولو يا راجل. ساسولو كانوا خانقين الانتر، يعني كانوا خانقيننا، فاهم اللي هو مش الماتش مش سهل. انت كسبت مش بسهوله، كسبت في المستريح بس مش بسهوله. لا مش بعيدا عن انت بتكسب بصعوبه ولا بسهوله. كام فرقه بتنافس؟ أيوة. انت عندك اليوفي، انتر، ميلان، نابولي، روما، حسابات اتلانتا. لا في فرق كتير قوي انت ممكن تحطها. لاتسيو مثلا انت ممكن. لاتسيو دي فرقه على الاقل فيها 10 ماتشات انت مش عارف تكسب ولا تكسب. بالظبط كده، في منافسه قويه جدا. انا بقول لك على حاجه حلوه كمان، انا ساعات بحس ان الدوري الايطالي اجمد في المنافسه من الدوري الانجليزي. طب ما انت عندك ماتشات الدوري شبه في الدوري الإنجليزي الاسباني. هم بص. طب ما انت عندك هو ماتشات في شبه فرق في الدوري أوي. الاسباني. ايه؟ عندك ماتشات شبه في الدوري لا، الاسباني. لا والله يعني مثلا برشلونه ليها ملاعب بتنزل عليه. عندك الانويتا، ريال سوسيداد، السما ميسا، اتلتيك بالباو، واندا بيترو. بص. عندك لاسرابيكا انت بتاع بتتكلم على الريال، بتتكلم- المستايا. بتتكلم على هيستوري. لا مش لا يا عم سوسيداد والله ملعبها لحد دلوقتي نزل. بص يا نور، حتى لو اللي انت بتقوله مش نفس طبعاً. الخشونه بتاعت الايطالي. بالظبط مش زي الايطالي. مش نفس العركه. تحس برضه بالظبط انك يا معلم. انت بتنزل يا معلم في الدوري الايطالي العيال بتطلع اخر الماتش متجبسه، مجبسه فعلا. فاهم؟ ربط يا معلم الركب اوعى وربط المفروض، فاهم الكتاف. خلاص احنا لو موتنا. هتلاقيه نازل. انما انت في يمين يامال بيبقى طالع ايه؟ فريش مش عرقان. اللي هو فاهم. ليه يا عم انت ما النهارده- اتفرجتش على ولا المدافع النهارده- بتاع إلتش ده الجلوله الجزار ده اللي ميسي طلع قال لك ده اصعب مدافع لعبته في حياتي، كل ما يلعب ميسي ده لازم ميسي اموته. عشان بيضربوا. ايوه بيضربوا. مدافع بيضربوا وسط الدوري. انما لو راح الدوري الايطالي كان اتفرم. هو لاعب فرق الدوري الايطالي كلها. لا عمل ايه؟ طب استنى، لا مع في احترام الأبطال كل الناس الدوري. عارفه ان انا يعني مش ساوي، بس اصعب موتوشه هو ميسي نفسه بيقولها. اصعب موتوشه انا لعبتها ضد الفرق الايطاليه. وكان من يعني لو تفتكر اول يعني في بدايات برشلونه لما ابتدوا يلعبوا الميلان في الشامبيونز ليج، اول ماتش وثاني ماتش تقريبا ميسي مش عارف يجيب فيهم جوان. كان بيقول لك انا من طموحاتي ان انا اجيب جوان بقى في الميلان او في انتر اي فرقه في ايطاليا. حتى نيستا قال لك ميسي ده يحمد ربنا ان هو قابلني في سن ال 35. يعني كل المولود دي الحمد لله. والله لا قدر ولطف. ايوه بجد فعلا. انت تخيل كده ميسي بيلعب مثلا مالديني ونيستا ومالديني الناس وكامبياسو دي. وفيرزانيتي عشان وكانافار كده وترامي مواد قليل. عشان كده هم حتى نفسهم بيقول لك رونالدو الظاهره. ودي برضو حاجه احنا دايما بننساها. ميسي اسطوره واحسن لاعب في التاريخ من وجهه نظري، ده ما فيهاش جدال. بس رونالدو يا جماعه حاجه ثانيه. طبعا ايوه هو حاجه متدغدغ يا جدعان. ليه نروح بعيد؟ ليه؟ ابننا محمد صلاح قبل روما حاجه وبعد روما حاجه. الدوري الايطالي يا جماعه بيغير. شوف هو لما راح تشيلسي كانت ايه مشكلته مع مورينيو؟ قال لك كده، قال لك مشكلته ان هو كان خيخه خالص، مش يعني ينزل اي حد يعمل له كده يقع في الارض. لما راح روما ورجع ليفربول بقت العيال بقى الفرق هي اللي بتقول احنا بنخش فيه لاننا دخلنا في انت الحيطه. لو اتفرجت على الماتش اللي فات دي شفت حقيقة. الساندا وسط الثلاثه. انا بقول لك هو اصلا بيروح حاطط رجله، اللي يخش بقى معايا، اللي بيخش فيه زي ما بقول لك كان دخل في حيطه. هل ده محمد صلاح بتاع قبل ما يروح روما؟ هو ده الدوري الايطالي بقى معايا. هو ده الدوري الايطالي. كوره ولحد دلوقتي بتتلعب فيه كوره. اتفرج على اي هات بص يعني هقول لك ايه، زي الدوري الانجليزي كده.
هات اي ماتش يفتحه واقعد اتفرج على الاصابه هتستمتع. فاهم؟ هو جنة كرة هتلاقي القدم كوره يعني. وهتلاقي كبسات ودغدغ وخش وكسر واعمل مش هتلاقي بقى زي الدوري الاسباني. نقعد بقى احنا عاملين كده ما ربنا يكرم بقى هيجروا امتى ولا هيمرقصوا امتى هنعمل ايه دلوقتي؟ دي حقيقه فعلا. الدوري الاسباني عامل زي الدوري المصري كده بعيدا عن برشلونه وريال مدريد والله العظيم. المنافسه هو عارف يعني انت أنا على فكرة كنت هل دايماً انت أقول كده. ممكن تقعد تتفرج على فيا ريال بيلاعب ريال سوسيداد لا، مثلا؟ لا، مستحيل. لا مستحيل. مستحيل. بس ممكن تقعد تتفرج على مثلا لاتسيو واتلانتا. ماشي بس دول تقعد من فرق هتستمتع. البيك فاهم. بيك مين يا عم؟ بيك ايه بس يا عم؟ واحد الله دول بيك. طيب. تالت واحده مسكها عليك. خلاص بقى كده كفايه. انا شايف ان كده كفايه ان انت تمسك عليك ياما قوي النهارده، وشايف ان كده كفايه ظهري عليك. وجعني والله، نكمل. ظهري وجعني والله. لا لازم تغير الكراسي يا محمد. نكمل الاسبوع اللي جاي والله بص يعني الناس دي تجتهد معانا شويه لايكات وكومنتات عشان نجيب كراسي. ايوه يا جدعان والله ظهري وجعني والله. عايز اقول لك على حاجه والله، عايز اقول لك على حاجه. احنا بجد والله مش شكرانيه فينا، بس والله بجد حرفيا احنا يعني بنتعب ان احنا نعمل لك الحلقه دي في نفس ميعادها. كريم اصلا لسه جاي عند الدكتور يعني خالق ضرسه ومتبنج وهو مش قادر، وانا الدنيا بايظه زي ما انت شايف. بس طبعا عشان وحوده عايز يروح يجيب حاجات يعني انس هيدغدغ الدنيا، ربنا يخليه له ان شاء الله. اهم حاجه ان انت تعمل لنا لايك وتسيب لنا كومنت وفي رايك في اي حاجه انت ممكن تكون مختلف معانا فيها او متفق فيها، لان الكومنت بتاعك هو اساس القناه. واهم حاجه تفعل زر الجرس هنا وفي قناه خالد. الحلقه الماتش مع خالد هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت. سلام.